ده هو كاي، شاب غلبان واللي كان شغال مصمم ألعاب، واللي في يوم من الأيام وهو قاعد كده قدام الكمبيوتر بيشتغل كالعادة بتحصل الحاجة اللي بتغير كل شيء. الولا فجأة بيدخل في غيبوبة وبيتسحب من العالم بتاعه ده علشان يتولد من جديد كشاب في المرحلة الثانوية. بيتولد بقى في فترة صعبة جدا بيعاني منها العالم كله، واللي هي مواجهة وحوش شيطانية بتهاجم البشر بشكل شرس، واللي علشان بقى البشر يقدروا يواجهوا الأحداث المروعة اللي بتحصل دي فلازم يتعاقدوا مع وحوش قوية واللي كمان تكون مرافقة ليهم، ويقضوا حياتهم كلها يطوروا مستواها، وده علشان هي اللي هتحميهم. واللي من هنا بقى كده بتبدأ قصة بطلنا، واللي بيكون واقف وسط زمايله في المدرسة وبيفضل الكل يكشف عن قوته. الكل بيستدعي الوحوش المرافقة بتاعتهم، الكل بقى بيستدعوا وحوش من مستويات عالية ولكن مش مميزة، لحد ما بيجي واد كده شكله مغرور واللي اسمه تشاو. الولد ده بقى بيكون حظه كده النار من البداية، وده لأن هو بيستدعي نمر الجليد الأبيض، واللي حرفيا كده بيكون مش شايف أي حد. المعلم متفشخر بيه على الآخر بقى. بتقرب بقى بنت كده من كاي واللي اسمها روكسي، وديت بقى بتكون حبيبته في العالم ده، واللي بتطمنه كده لما بتشوفه قلقان، وبتقول له كمان انا واثقه فيك، انت اكيد هتستدعي وحش جبار، انت شاب متفوق جدا ودايما كنت بتشتغل على نفسك. واللي فعلا كاي بيتشجع بكلامها ده والتوتر اللي عنده بيقل شويه. بعد كده بقى بيقرب ناحيه لوح الاستدعاء واللي بيحط ايديه على طول، ولكن الحياه مش دايما منصفه يا صديقي، لازم تتحط كده في اختبار صعب. وده لان بطلنا بيجيله امل لوهله كده، وده لما بيشوف هاله ذهبيه خطيره بتخرج من اللوح. المعلم سقف توقعاته بقى بيفوق الخيال، ولكن ما كانش عارف ان ديت مجرد هالة بس كده لقرد صغنن، قرد تافه ما عندوش اي مواهب قتالية، يعني يا دوبك كده يسميه ميشو يبقى يوقفوا على كتفه زينة بس. الطلبة كلهم بقى بعد ما كانوا بيشجعوه اتقلبت ملامحهم تماما، الكل ابتدى يسخر منه ويتنمروا عليه، حتى الوحيدة اللي كانت واقفة جنبه في الاول بدل ما تهون عليه لا دي حرفيا كده بتتبرى منه وبتروح كده تنجج الولد اللي اسمه تشاو وبتتلزق فيه كمان قدام كاي. ها يا بنت الغدارة، طب ليه كده؟ واللي هنا بقى بتقول له انت اللي تستاهل انك تكون معايا يا تشاو، انا محتاجة البطل يحميني مش حتة مدرب قرود ده اخره يشتغل في سيرك ده. كاي وقتها بقى بيحس كده بالقهرة، المعلم يا عيني بيبقى مش ملاحق على الصدمات، وده بقى اللي بيخلي نواة الروح اللي جواه بيحصل فيها انقلاب، وده بقى علشان يتفعل كده نظام من العدم واللي اسمه نظام معدات الوحوش. واللي هنا بقى بيعرف كاي انه يقدر يطور مستوى القرد، واللي بالمناسبة اسمه كونج، يقدر يطوره لمستوى ملك القرود، وده بقى بيكون باستخدام معدات قتالية قوية جدا، واللي هيقدر بيها دي يواجه الوحوش الشيطانية. والبداية بقى بتكون هدايا المبتدئين. المعلم كاي اول لما بيشوف لوحة المعدات دي بيجيله كده فلاش باك، المعلم بيشبع عليها، هوبا ده كان نظام اخر لعبة كان بيصممها، فاكر يا صديقي قبل ما ينتقل للعالم ده؟ مش معقول يا جدعان. المعلم كاي وقتها بقى بيفرح جدا وبيشيل القرد كونج ده وبيقول له شكل طاقة القدر هتتفتح لنا كده على ايديك يا صغنن انت. في الوقت دوت بقى بتبدأ المدرسة تعلن عن بدء اختبار القدرات المبدئي، واللي هو فتح بوابة برج الوحوش، وده بقى في الغابة الغامضة. واللي هنا بقى الشروط بتكون قاسية جدا، اي طالب بيموت في اي طابق من الطوابق بيكون خلاص ودع على كده، يعني لازم اول ما يحسوا بالخطر يخرجوا فورا من البرج ايا كان بقى المستوى اللي هم فيه. وطبعا اللي هيقدر يواجه عدد وحوش كبير في طوابق مختلفة ده بقى اللي هيكون عليه العين والنني. المعلم تشاو بقى ابو صرم ده بيقول لكايا ولا اخلع انت ما تدخلش البرج ده احسن لك، البرج ده شكله لبش عليك واكيد اشكالك هيموتوا في اول مرحلة. المعلم كاي بقى مش بيهتم الكلام ده، واللي بيعمل نفسه كده مش سامع حاجة، واللي بيبدأ يدخل هو وزمايله من بوابة غابة الاختبار. وهناك بقى بنشوف المعلم تشاو وروكسي وهم واقفين كده مع بعض وبيتأملوا الغابة، ولكن المعلمة روكسي بتكون خايفة، فالمعلم تشاو الشبح بقى بيطمنها وبيقول لها جرايه حرمة انت ماشية مع راجل اوعي تخافي ابدا. ولكن بيقاطع بقى اللحظة المعفنة دي الصوت اقدام كتيرة واللي بتجري ناحيتهم، واللي بنشوف كده بقى مجموعة من وحوش المساخيط جاية عليهم،
روكسي بتترعب حرفيا كده، واللي بتقفش بقى في دراع تشاو. ولكن المعلم بيقول لها امسكي نفسك يا بت، ما تصغريناش بقى، شوفي هعمل لك فيهم ايه. واللي بسرعه بقى كده بيستدعي النمر الجليدي اللي معاه، واللي ما بيستناش وبيهجم على الوحوش ديت بقى بمخالبه الحاده، بيفرتكهم تماما. روكسي طبعا بقى بتنبهر بالهيرو اللي معاها ده، واللي بتقول له يخرب بيت عضلاتك يا تشاو، ده انا بقى محظوظه اني بقيت حبيبتك، كويس اني سبت الاهطل اللي اسمه كاي ده. فالمعلم تشاو بيقول لها ما بلاش السيره اللي تغم النفس دي بقى، ده تلاقيه دلوقتي اتفعص في الطابق الاول اساسا. وده بقى يا صاحبي فايده نعيم الجهل، ما هو يا عين امه بقى مش فاهم اللي فيها، ما يعرفش ان بطلنا دلوقتي بدأ اول مرحله من مراحل تطور كونج. بعد كده بقى بنشوف بطلنا واللي بيكون واقف كده وسط قطيع كامل من الغيلان المتوحشه، واللي حرفيا كده بيتسابقوا كلهم على مين اللي يقطع اشلاو الاول. ولكن المعلم كاي بيكون واقف وسطهم كده زي السبع، واللي بيقول ياه 50 غول كده مره واحده، دي شكلها اتعشت بقى، هتوفروا عليا مجهود كبير يا جدعان. واللي بيبدا بقى يفعل النظام في اللحظه دي، واللي بيطلب منه تجهيز كونج بالمعدات الاوليه، واللي بالفعل بقى بيكتسب كونج كده اول سلاح في مسيرته التطويريه، واللي هي عصايه المحارب الذهبيه. واللي اول لما بيمسكها كده هيئته بتتغير 180 درجه، المعلم بيتحول لمحارب سماوي، حاجه اسطوريه كده، جسم ضخم ومتين. بعد كده بقى بيتكلم كونج، واللي بيقول له اخيرا يا صاحبي استدعيتني، ده انا هدغدغ لك الدنيا. فالمعلم كاي بيقول له طب يلا عيش يا معلم. المعلم كونج بيبص للوحوش كده بحماس، واللي بيمسك العصايه الذهبيه دي بيدب بيها على الارض علشان تخرج منها كده قوه رهيبه، حاجه كده شبه الصاعقه بتخلص على الكل. المعلم كونج هنا بقى بيقول لك لا انا ما اتمزجتش بالفايت ده. فالمعلم كاي بيقول له يا عم احنا لسه في الطابق الاول، لسه قدامنا رحله طويله. واللي بتتفتح قدامهم كده بوابه الطابق التاني وبيدخلوا منها فورا، وده علشان يقفوا بقى كده في مواجهه سلحفاة المحيط الجليديه. كونج طبعا ما بيصدق، واللي بالعصايه بتاعته دي بقى بيدغدغ دماغ ابوها. وهكذا بقى يا صاحبي بيمروا على الطابق ده وبيخلصوا على كل الوحوش اللي فيه، وده من غير راحه ولا بالراحه، لحد ما بيوصلوا بقى للطابق الاخير، واللي فيه وحش كده مستذئب شيطاني، شكله كده مسخه حرفيا ومرعب جدا. ولكن تفتكر بقى ان ده هيوقف ابطالنا هنا؟ لا والله، يبقى انت لسه كده بقى مش واثق فيهم. المعلم كونج بيمسك الوحش ده بيقدر يعجنه، يا ابن اللعيبه يا جامد. بيديله بالعصايه الذهبيه اللي معاه كده، بيديله بالعصايه الذهبيه الخارقه اللي معاه، واللي بكده بقى بيخلصوا مهمات برج الاختبار كلها. لا بجد انتوا فوقتوا جميع التوقعات يا جدعان. واللي في لحظه بقى اندماجهم دي بيلاحظ المعلم كاي وجود طوابق مخفيه كده على الضفه التانيه، واللي بيحوطها الضباب من كل اتجاه، شكلها كده بيكون مرعب. وده بقى دونا عن بقيه طوابق برج الاختبار، وكانه مخفي بجد، وكأن بجد في حد اللي خفيه، او مثلا منطقه محظوره عن الطلبه. المعلم كاي هنا بقى بيتحمس جدا والفضول بياخده، واللي هنا بقى بيسأل كونج جاهز، حابب ناخد الريسك ده؟ فالمعلم كونج بيقول له طبعا يا كبير، انا دايس معاك في اي معركه، رجلي على رجلك. واللي بيقدر كونج كمان بقدرات عينيه السحريه الكاشفه يحدد مكان بوابه البرج العتيق ده، واللي بيدب العصايه السحريه على الارض كده والبوابه بتتفتح، واللي بدون مقدمات بيجروا هما الاتنين جواها، ولا كأنهم كده شايفين كنز علي بابا. وعلى الجانب التاني في المدرسة بنشوف المدير، واللي بيكون كده واقف مع الأساتذة وبيتابع تقديرات الطلبة. المعلم بيكون مبهور منهم، واللي بيقول لهم من الواضح كده ان السنة دي في شوية مواهب، دول اللي هيرفعوا راسنا، خصوصا بقى موهبة الولد اللي اسمه تشاو، والوحش بتاعه ده اللي من المستوى ده الولد وصل للمستوى الخامس في تقديرات الاختبار، ودي بقى درجة عالية جدا بتميزه عن الكل. وفي عز ما هم مركزين مع المعلم بيشاور واحد من الاساتذه كده على شاشه التقديرات، بيقول له الحق يا باشا بص كده على تقديرات الولد كاي. واللي لما بيبص على التقديرات دي حرفيا بيتصدم من تطورها، لا دي حاجه كده مبالغ فيها. المعلم بيقول له مش معقول الواد ده دخل البرج المخفي، طب ازاي بالقرد اللي استدعاه ده؟ انا نافوخي كده هيطرشق يا جدعان. وبعدين الزعيم اللي في البرج ده غوريلا، يعني حاجه ضخمه جدا، واكيد لو مسكوا اكيد هيموتوا. في الوقت دوت بقى الشملول تشاو الشملوله اللي معاه كانوا خرجوا من الاختبار، واللي
بيقول للمدير الاختبار خلص بسرعة ليه كده؟ معقولة ما استحملتوش قوتي؟ ده انا يا دوبك بس وصلت كده للمستوى الخامس. ايه قضية التناحة اللي انت فيها دي؟ انت ايه بتجيبها ببلاش؟ اعوذ بالله منك. بعد كده بقى بيبص الظريف دوت حواليه فما بيشوفش كاي. فالمعلم بيقول لك يا عيني الله يرحمه بقى، تلاقي الغيلان عملت على جثته وحفلة شواء، ولكن ما يعرفش اللهبل ان بطلنا العالمي كان بيحارب اللورد في الطابق ال99 في البرج، وكمان البرج المخفي، وكمان خلص عليه هو وكونج بعد معاناة. والمعلم كمان بقى بيكتسب كده كمية هدايا ومكافآت من النظام، حاجة تستاهل التعب ده بصراحة. واللي كمان بيجمع أكبر عدد نقاط وبيعدي كل المشاركين. بعد كده بقى بيرجع هو وكونج للمدرسة، واللي أول لما بيدخل حرفيا كده روكسي وتشاو بيتصدموا، بيقولوا ايه ده؟ هو انت لسه عايش بجد يا جربوع؟ اكيد طبعا كنت مستخبي في جحر زي الفار يالا. ولكن هي والحيوان اللي معاها ده بيكتموا خالص، وده أول لما بيسمعوا نتيجة الاختبار، واللي بيكون كده المعلم كاي هو اللي اجتاز الطابق السري رقم 99، واللي بيكون بيملك دلوقتي 10,000 نقطة. كل زمايله في المدرسة بقى بيكونوا متنحين كده ومصدومين من الأرقام. أما المعلم تشاو ده فالغل بيبان في عينيه، واللي بيقول له لا ده مستحيل، انت أكيد غشيت يالا، أنا مش هسيبك تضيع مجهودي بغشك ده. واللي بيأمر النمر اللي معاه كده ينقض عليه، بيقول له يلا ربيه. هنا بقى النمر بيجري ناحيته كده بسرعة رهيبة، ولكن المعلم كونج بيستقبله بقى كده بضربة جهنمية، بيديله كده بالعصايه بيرجعه تاني لتشاو جثه. المعلم تشاو هنا بقى بيقع على الارض كده من الوجع، وده لان جسم الوحش بيكون مرتبط بيه. هنا بقى حرفيا كده المدير بينبهر من قوه كونج، وبينادي على كاي علشان يسبقه على مكتبه فورا. واللي قبل ما يروح المعلم كاي بتنادي عليه روكسي، واللي بتقول له ده ايه الشطاره ديت يالا؟ شفت بقى لما قسيت عليك انت بقيت قوي ازاي؟ اوعى تكون فاكرني اني بعدت عنك بجد يا حبيبي، ده تشاو ده تحت رجليك، انا خلاص فقدت الامل في الصنف ده بامانه. فالمعلم كاي بيقول لها لا انت فاهمه غلط يا اموره، انتوا الاتنين اساسا تحت رجليا. واللي بيمشي من قدامها كده وبيروح ليو في مكتبه، واللي هناك بقى المعلم يو بيقول له انا مبسوط منك ومعجب بيك قوي، انت عملت انجاز رهيب وده دونا عن بقيه زمايلك. الارقام اللي انت حققتها دي ارقام خرافيه، انت معجزه يا كاي، وعلشان كده بقى انا عندي ليك شوية موارد لتطوير رفيقك وانت اللي تستاهلها بصراحة. فالمعلم كاي بيشكره جدا، بس يو بيقول له انا عايز منك خدمة واللي في نفس الوقت برضك هي مهمة، يعني ممكن تفيدك في التطور. واللي بيبدأ يحكي له كده عن زنزانة البوابة السرية اللي موجودة في وادي مهجور من آلاف السنين، واللي موجود فيه بقى مخلوق شيطاني غريب، وياما بعت فرق لهناك، ولكن الوحش ده من نوع مش مفهوم، مش عارفين هو ايه لحد دلوقتي، عامل كده زي هجين ما بين قط ظلامي وخفاش، ما تعرفش ايه ده. انا عايزك بقى تروح لهناك بما انك بقى كده مروض وحوش اسطوري بالشكل ده، وما تقلقش انا هزودك باكفأ فريق من المروضين، وده بس علشان يساندوك. المعلم كاي وقتها بقى كده بيسرح في صوت النظام، واللي بيعرفه ان المهمة دي ممكن تسمح له بتفعيل وضعية التعاقد مع اكتر من وحش، وده اوبشن بقى بيحلم بيه كل مروض حرفيا. فالمعلم كاي هنا بقى بيتحمس جدا، واللي طبعا بيوافق على المهمة دي، ولكن بيشترط شرط واحد، وان هو يروح للوادي ده لوحده من غير فريق ولا غيره، وده لان المعلم بيكون طمعان في الموارد والنقاط كلها. يا ابن الطماعة، بس بصراحة كده ما هو اولى بيها. المعلم يو طبعا بيرفض بشدة، وبيقول له بس الوادي ده خطر جدا، انا مش عايزك تتغر يا كاي. فالمعلم كاي بيقول له لا ما تقلقش انا قدها، ما ينساش بقى ان معاه محارب سماوي كده قد الدنيا، ولا انا مش مالي عينيك يا معلم. المعلم يو بقى لما بيلاقيه مصمم كده بيضطر يوافق، ولكنه برضك بيحذره، بيقول له لو حسيت باي خطر لازم تخرج من المكان، اوعى تفكر تقعد ساعتها. واللي بالفعل كده بقى بيتحرك كاي وبيتجه للمكان اللي فيه البوابة، واللي هناك بقى بيقابل فرق كده من المروضين، واللي بيكونوا مستغربين جدا من وجوده هنا لوحده، واللي بيقولوا ده ايه المجنون ده؟ هو ازاي جاي لحد هنا لوحده كده؟ ايه مش خايف على نفسه ولا ايه؟ ده شكله مجنون بجد. هنا بقى المعلم كاي بيكون واقف كده في امان الله، واللي بيلاقي عيل غيتك كده اسمه هاو بينادي عليه كده بتناكة، بيقول له تعالى هنا يا كتكوت. فالمعلم كاي بيقول له نعم، انت مين اساس؟ فالولا هنا بقى بيعرفه كده بنفسه، وبيقول له انا الزعيم اللي هنا، زعيم
افخم فرقة مروضين من المستوى السادس. وانا سمعت عنك يا كاي، انت اللي عديت من كل مستويات البرج المخفي صح؟ وبقول لك ابسط يا عم، هينولك الشرف وتنضم للفريق بتاعي. ولكن المعلم كاي بيكسفه وبيقول له ولا خد بعضك وامشي من هنا، لان انا الحمد لله لوحدي حاملة. واللي بيلتفت بقى كده وبيدخل للوادي. المعلم هوده بقى بيكون حرفيا كده هيفرقع منه وبيقول له ماشي، بس بقابلني بقى يا حيلتها لو خرجت من هناك على رجليك. واللي بيدخل بطلنا للوادي ده واللي بيكون مغطياه الرمال ولا كأنه كده داخل صحراء. يا جدعان ده المعلم بيكون لسه بيتأمل بقى في الأشجار المرعبة اللي موجودة حواليه، ولكن بيتفاجئ كده من هجوم وحوش شيطانية، حاجة شكلها كده مخيف وعينيها حمرة، حاجة كده زي الدم جاية بتجري عليه. المعلم كاي بقى بيستدعي كونج واللي على طول بيطلع كده بعصايته السماوية دي وبيتشقلب فوق الوحوش حرفيا كده لحد ما بيفرتك الكل. بعد كده بقى على طول بيظهر خفاش القمر السوداوي ده واللي شكله كده بيكون أسطورة من أساطير ألف ليلة وليلة، بيهجم على كونج بقى بضربة قوية، هجمة من ظلاله المسممة، ولكن المعلم كونج بيقدر يتفاداها، بيصدها بالعصاية. المعلم كاي بقى بيبص كده على الوحش ده وبيكون مذهول من شكله. المعلم هنا بيكون واقف كده يفكر هيتصرف ازاي مع وحش زي ده من المستوى السابع، لحد ما بيفتكر بقى انه قرأ عنه كتاب زمان وعارف ان عنده نقطتين ضعف ولازم يستغلهم. المعلم بينادي على كونج بسرعة وبيقول له ان الوحش ده نظره هش جدا وبيعتمد اعتماد كلي بس على حاسة السمع، وده اللي مميز بقى ودانه الكبيرة. احنا مش بنتنمر يا جدعان، هو فعلا ودانه كبيرة. المهم بقى هو بيأمر كونج يدمر له حاسة السمع دي، وده علشان يقدر يسيطر عليه. واللي بالفعل بقى بيدب المعلم كونج بعصايته كده دبة مضوية على الارض، بيخرج منها كده موجات صوتية انفجارية، حاجة كده لا تحتمل، واللي بتدمر خلايا السمع عند الوحش ده تماما. هنا بقى المعلم كاي بيقول له عاش عليك يا بطل، وبيعرفه كده ان نقطة الضعف التانية بما ان قوة الوحش ده مرتبطة بالظلام فاكيد هو بيترعب من الضوء حرفيا كده زي مصاصين الدماء. فالمعلم كونج بقى بيمسك العصاية الملعلعة اللي بتلمع بالضوء الذهبي دي وبتخلي الوحش ينهار وبيقع على الارض كده في لمحة. المعلم كونج بقى مش بيستنى كتير وبيجري عليه كده بسرعة، واللي بالعصاية دي بينزل بيها على دماغه. المعلم حرفيا كده بيخلص عليه اخيرا يا راجل. واللي اول لما جثة الوحش الشيطاني دي بتختفي السماء بتغيم كده بشكل غريب فجأة كده وكأن في عاصفة هتقوم دلوقتي، واللي بينزل كده من وسط الغيوم دي وحش الطاووس الذهبي. يا نهار ابيض يا جدعان على الهالة المرعبة، ده حرفيا وحش اسطوري. المعلم كاي بقى بيدرك كده على طول ان ده زعيم الزنزانة الاكبر والسيطرة عليها تكون شبه مستحيلة، ولكن مش بييأس ابدا. النظام بيعرفه انه اكتسب نقاط تطويرية وده بقى بيديله قابلية لتفعيل كارت تطوير للمستوى الملكي. هنا بقى المعلم كاي طبعا ما بيضيعش وقت واللي بيطلب من النظام يفعله له على طول، واللي بتبدأ كده مهارات كونج القتالية ان هي تتطور بشكل كبير لحد بقى ما بيوصل للمستوى الثاني لملك القرود السماوي. ده حتى العصاية اللي معاه كمان حجمها بيكون اكبر وقوتها بتزداد. المعلم كاي عينيه بتلمع كده وبيتبسط جدا من التطور بتاع كونج، تحسه كده عايز يقول له شيء ايه. المهم ابطالنا بقى بيقربوا من الطاووس ده واللي بيبدأ يرمي عليهم ضربات من الريش الذهبي بتاعه ده زي السكاكين، ولكن بسبب قوة كونج الجديدة فالمعلم كاي بيقول له اعمل اللي تعمله، الحاجات دي مش هتاكل معانا خلاص يا برنس. المعلم كاي بيأمر كونج كده يروح يهجم عليه ويكسر له الجوهرة الروحية اللي على مقدمة صدره، وده لان هي دي نقطة ضعفه. بيمسك بطلنا كونج بقى العصاية الذهبية وبيجري كده زي المجنون على الوحش، واللي هوب بيخبطه خبطة جامدة جدا بالعصاية ديت بيكسر له الجوهرة. الوحش حرفيا كده بيفرفر في ايديه، وابن المفترية بردك مش بيعتق، بيمسك زمارة رقبته كده واللي بيفضل يهربده كده يمين وشمال لحد اما الوحش خلاص بيودع. يخرب بيت جنانك يالا، ده ايه الغل ده يا عم كونج؟ انت فاكره ديك رومي ولا ايه؟ احترم الهيئة طب يا جدع. ولكن المعلم مش بيكتفي بكده، لا ده كمان بيرمي جثته كده على الارض واللي بالعصاية بينزل عليه بيسفلته تماما لحد اما الجثة دي بقى بتتحول كده الرماد. مش بقولك عيل غلاوي ومش سهل. واللي بكده بقى يا جدعان يكون ابطالنا تموا
المهمة بنجاح، وبياخد المعلم كاي كونج كده من ايديه زي الشاطر وبيخرجوا من الوادي. والاول لما بيخرج بتكون الفرق كلها كده واقفة بره، محدش مصدق عينيه ان كاي اتم مهمة العالم السري الملعون ده لوحده. واللي بيتصدموا زيادة كمان لما بيشوفوا هيئة كونج الجديدة، وده بعد ما وصل لمستوى الملك، والكل طبعا بيعجبوا بيه وبيشجعوه هو وكاي. ايوه بقى يا عم كاي ولع الدنيا، خلاص اتشهرت يا باشا. اما الواد هاو بقى التنك ده، فاللي واقف كده في ركن حاجه كده زي البورس. المعلم يا عيني هيطق من الغيظ، ولكن محدش كان معبره اساسا. واللي في وسط الاجواء الحلوه دي، واللي على راي المثل يا صاحبي الحلو ما يكملش، لازم يبقى في شويه سسبنس في الحكايه كده. السماء بتغيم مرة تانية، ولكن المرة دي بقى بتنزل سحابة ذهبية فخمة كده، حاجة زي الزلاجة، واللي بيكون واقف عليها أقدم محارب سماوي، حاجة بقى كده من نسل ملوك القردة، واللي بيكون اسمه شيفا. المعلم بيكون نازل ومتجه كده ناحية كاي وكونج، واللي بيقول له انت مين يا عم الشبح؟ انت واخد اللقب بتاعي كده على الجاهز؟ هنا بقى بتتفزع كل الفرق كده من شدة ضغط القوة، واللي لما بيشوفوا شيفا بس الخوف اللي عندهم بيزداد أضعاف. وده لما بيعرفوا ان ده المحارب العتيق شيفا، واللي قوته وصلت للمستوى ال15. المهم بقى بينزل المعلم شيفا ده يقف كده قدام كونج وكاي، واللي بيتكلم وبيقول له ان غرضهم مش سرقة هويته يعني ولا اي حاجة من الكلام ده. كل الحكاية بس ان يوم الاستدعاء الروحي استدعى قرد ضعيف جدا، ولكن لحسن الحظ اكتسب بعدها نظام تطوير، واللي كان هو صاحب الفكرة واقتبسها من قوة السيد الاعظم شيفا، واللي هو انت. وبيتمنى بقى ان هو يعتبر كونج ده واحد من نسله، ولكن المعلم شيفا بيقول له ولا الكلام ده مش هياكل معايا، وعمره ما هيعتبر كونج ده من نسله، انت فاكره ابن اختي يالا. واللي بينزل كده بكل غضبه على كونج، وبيبدأ بينهم قتال مميت حرفيا. الاتنين بيلتحموا كده مع بعض بالعصيان الذهبية وبيدغدغوا بعض، ولكن المعلم شيفا ده بيتفاجئ كده من قدرات كونج القتالية، وبيقول له لا ده انت شكلك واد شاي بقى، ايه عايز تتعبني؟ واللي بيشيل العصاية من ايديه وبيبدأ يقاتل كونج كده بقبضاته المدمرة، واللي الفرق كلها بقى بتقف مذهولة كده مصدومين من القوة الهائلة اللي خارجة من وسط القتال ده. اما المعلم هاوي المستفز فاللي بيقرب كده من كاي وبيقول له قول على وحشك بقى يا رحمن يا رحيم، يلا ربنا يعوض عليك بقى. ولكن المعلم كاي بيقول له ولا ريح لك انت في جنب واتفرج وتعلم يا جربوع. بعد كده بقى بنرجع لكونج، واللي بيدي لشيفا ضربة كده بيجيبه على الارض، وده وسط ذهول الكل. وقتها بقى المعلم شيفا ده بيضحك كده بصوت عالي ضحك هستيري، واللي بيقول له لا لا ابهرتني يا راجل. بيرجع يتكلم بقى مع كاي وبيقول له انه كان نازل بس يختبر قوة كونج، وده لانه خد خبر بظهور محارب سماوي على الارض، وبما انه اختبره بنفسه واقتنع بالموهبة القتالية اللي عنده، فقرر ان هو يضمه رسميا ويبقى من نسل ابنائه اللي هيكملوا المسيرة التاريخية. يا نهار زي بعضه، ده ايه العظمة اللي بتحصل دي يا جدعان؟ دخلت التاريخ يا عم كاي، وده بعد ما كنت حتة جربوع ملكش عازة. بيقرب شيفا هنا بقى كده من كونج وبيديله بوكس في صدره كده بهزار، بيجيبه على الارض وبيقول له ده بس علشان محدش يشمت فيا، انا ليا هيبتي برضك. اما انت تافه بصحيح يا جدع، هو ده وقت العبط اللي انت بتعمله ده انت ضيعت الهبة اكتر كده. المهم بقى هنا بيتكلم شيفا مع كاي، واللي بيفضل يديله نصايح في التطور، وبيقول له لازم تحافظ على العصاية الذهبية دي. اي نعم هي عمرها ما هتوصل لهالة عصايتي انا، ولكنها مش بطالة. واللي بيمسكها كده وبيخلي قوة شعاع الشمس الذهبي تتغلغل جواها، وده علشان يطور له مستواها اكتر. ومش بس كده، ده بيدي كاي كمان شعرايه كده من شعره الذهبي واللي شبه خيوط الشمس، وده بقى بيساعد النظام ان الكفاءة تكون اقوى بكتير، وده بيطور مهارات كونج. بعد كده بقى بيودعهم شيفا واللي بيكون متأمل فيهم خير، واللي هنا بيقول لكاي قوتك الروحية نقية جدا، وان هو عمره ما شاف محارب بشري عنده الهالة دي، وان هو لازم يستغلها، لازم يخدم البلد بيها. وبعد المعركة دي بيقف المعلم كده جنب كونج، واللي بيقول له اسمنا دخل التاريخ، ابسط يا معلم، انا حاسس كده اني بحلم. وطبعا كل الفرق اللي موجودة بقى بيبدأوا يحقدوا عليه، وفي نفس الوقت برضك مصدومين، ولكن الكل بيدرك ان هم كانوا غلطانين وقدروا الواد ده غلط. واللي هنا بقى بيقولوا ان هم كانوا مفكرين انه البطل اللي من المستوى السادس، ولكن كاي في محارب مقدس جاله مخصوص، يعني كده اسطورة يا عم. طبعا المعلم هاو بيولع اكتر من جواه وبيجز على اسنانه، يا عيني متغاظ جدا. معلش بقى صح،
تعيش وتاخد غيرها، اشتغل على نفسك اكتر وبعد 100 سنة هتبقى زي بطلنا. المهم بقى بعد المدعكة المميتة دي بيرجع بطلنا كده للبيت اخيرا علشان يرتاح، واللي هناك بقى بيكتسب النظام جوهرة غريبة والمفروض انها جوهرة استدعاء، واللي بيفضل يتأمل فيها شوية كده وبالغلط بيلمسها بطريقة معينة بيخليها تتفعل، واللي بيظهر قدامه على الارض كده ضفدع مستنقعات حاجة غريبة كده لونه رمادي. الضفدع ده بقى مش باين له اي ملامح، وحرفيا كده المعلم كاي ما بيكونش عارف ده ايه بالظبط ومش فاهم ازاي يتعامل معاه ولا ايه نقاط قوته اساسا. وقتها بقى النظام بيعرفه ان ده وحش ضفدع المستنقعات، حاجة كده من المستوى اف. فالمعلم كاي بيقول لك يا دي النحس برضك المستوى اف، ولكن بيفتكر ان المعلم كونج كان زيه كده وبعدها قدر يتطور لمستوى الملك، فاكيد الضفدع ده برضك فيه الامل. النظام هنا بقى بيقول له ان الضفدع فعلا يقدر يتطور، وده لو اتحط في مواجهة مع وحوش عنيفة، ويقدر كمان يفعل بطاقات معدات الوحوش، واللي بكده بقى هيقدر يتطور لمستوى لورد، حاجة فخمة كده. فالمعلم كاي حماسه بيكون مليون، واللي بيقول لك حس كده بقى يبقى يلا بينا على منطقة الوحوش اللي على الحدود. يا جدع طب خد نفسك طيب، انا ما شفتش تهور كده قبل كده. واللي بالفعل بيتحرك هو وكونج ومعاهم الضفدع، واللي اول لما بيوصلوا بيشوفوا وحش وحيد القرن المدرع. فالمعلم كاي بقى بيبص للضفدع كده وبيقول له انت طبعا لو قربت منه مش هيشوفك اساسا، واكيد هيعمل منك ستيكر على الارض. واللي بيامر كونج بقى يدي الوحش ده ضربه كده يدوخه شويه، وده علشان يضعف قوته والضفدع يقرب منه ويضربه الضربه الاخيره علشان النقاط تتحسب له. واللي بالفعل بقى المعلم كونج بيمسك العصايه كده وبيروح ناحيه الوحش بيديله ضربه، وده لحد اما بيتصاب اصابه قويه. فالمعلم كاي على طول بيقول للضفدع يلا بسرعه روح كمل عليه. واللي اول لما بيوصل عنده بيلاقي ان الوحش ده اتصعد كده بضربه من البرق. الضفدع على طول بيجري يستخبى ورا كاي وده من الخضه، بس المعلم كاي بقى ما بيكونش فاهم ايه اللي حصل لحد اما بيشوف واد كلح كده راكب على ظهر الوحش بتاعه، واللي بيقول له انت تبع مين يا صغنن، انت بتعمل ايه هنا هلا؟ والولد ده بقى بيكون اسمه وانج، والوحش بتاعه هو وحش نمر البرق. واللي بيقرب كده من كاي بيقول له يا ترى ايه اللي جاب كتكوت زيك في مكان زي ده؟ المكان ده يخصني انا وفريقي وبس. فالمعلم كاي بيتعصب جدا وبيقول له انت سرقت الوحش اللي انا قتلته، ده انت يومك اسود. فالمعلم وانج هنا بقى بيضحك جدا وبيقول له انت يا اسطى بجد كنت متخيل انك هتقدر على وحش زي ده؟ ضحكتني بجد، انت مش شايف ان جوز الخيل اللي معاك دول اخرهم يموتوا من الضحك؟ وبيقول له ان الصحراء دي مليانه بالوحوش الخطيره، يعني مش اي حد يقدر يدخلها، على الاقل لازم محارب من المستوى الخامس، سامع يا حماده؟ فالمعلم كاي بيقول له لا ما هو باين عليك. وانج وقتها بقى بيتعصب جدا وبيستحلف لا يوريه، وبيخلي نمر البرك الاسود بتاعه ده يهجم عليه، ولكن المعلم كاي على طول بيامر كونج ان هو يتصدى للهجمه دي، واللي بالفعل كونج بيستقبل الوحش ده بعصايته الذهبيه دي وبيهبده على الارض. الوحش حرفيا مش بيكون قادر يتحرك من الضربه، والمعلم كونج بيروح يكمل عليه حرفيا كده بيدوس عليه برجليه. هنا بقى المعلم كاي بيقول له سيب الضربة الأخيرة للضفدع، أخوك الصغير برضك خليه يلعب معاك. فالمعلم كونج بقى بيمسك العصاية كده وبيخبط الوحش على دماغه خبطة مميتة، خبطة بتفقده النطق حرفيا، واللي بسرعة بقى بيخلي كاي الضفدع كده يروح يلتهمه، واللي بالفعل بيقرب الضفدع كده من جثة النمر وبيحط لسانه عليه، بيمتص قوته في ثانية لحد ما جثة النمر بتختفي بالتدريج. واللي ساعتها بقى النظام بيبدأ يزوده بمزايا معدات الوحوش المبتدئين، وبيكتسب سيف البرية الأسطوري وبيتطور للمستوى الثاني. ولكن قبل ما تتم رسوم التطور المعلم وانج ده بيفضل يصيح بيعيط على الوحش بتاعه وبيقول لكاي انت قلبك جايبك بقى يا زبالة انت، ده انا هخليه اخر يوم في عمرك يالا. واللي بيكون معاه كده اشارة الفريق، فالمعلم بيكسرها علشان يستدعيهم، واللي الكل بيجوا كده بمجرد ما بيكسرها. واللي اول لما بيوصلوا بيبصوا لكاي كده باستحقار وبيتريقوا عليه وكمان على كونج والضفدع. واللي هنا بقى بيقولوا لوانج جرى يا زعيم انت جايبنا حديقة الحيوان ولا ايه؟ احنا مش عاملين حسابنا على موز.
فالمعلم وانج كده بيحكي لهم اللي حصل وان كاي قتل الوحش الروحي. فالعيال كلها بقى بتتجنن وبتقول له لا ده عاش ولا كان اللي يعلم عليك يا معلم. واللي بيبدأ الكل بقى كده يقرب من كاي وبيقولوا له احنا ممكن نرحمك، وده لو نزلت على ركبتك بس وعملت زي الكلب واستسمحت القائد بتاعنا. فالمعلم كاي بيقول لهم ده الكلام ده عند ام ترتر، عارفينها ياض منك ليها. واللي في لمحه كده بيمسك السيف اللي الضفدع اكتسبه ده وبيحدفه على طول بيحدفه له. واللي الضفدع بقى اول لما بيمسكه شكله بيبدأ يتحول كده لهيئة اضخم، حاجة كده مميتة. واللي بعد ما كان مجرد ضفدع بلعات حقير لا ده بقى لورد من المستوى التاني. الله عليك يا عم كاي، يخرب بيت جمال وحوشك يالا، انا ما شفتش كده قبل كده. العيال كلها بقى اول لما بتشوف الضفدع كده بتجيب ورا، اما المعلم كاي فاللي بيقرب منهم كده وبيقول لهم يا حبايبي كنتم بقى بتقولوا ايه؟ فالكل بيقولوا له لا يا عمنا ولا اي حاجه، احنا كنا بننكشك بس، انت قفوش كده ليه؟ فالمعلم وانج بيقول لهم ما تنشف ياض منك ليه؟ في الاول والاخر ده مجرد ضفدع، هو انتم دبان علشان تخافوا منه؟ واللي بيبص كده لكاي وبيقول له يلا اتشاهد على روحك يا حماده. واللي بيخلي كل الفريق كده يقفوا جنب بعض كلهم قدام كاي. بيستدعي الكل بقى الوحوش الروحيه واللي وقتها بقى بيخرجوا مع بعض كده وبيهجموا على الضفدع، واللي عددهم ما شاء الله بيكون مهول. ولكن اللورد بقى بيفاجئنا بالمهارات القتاليه وبيتحول كده لكرة ملحميه، حاجة كده بقى من زئبق اللهب المتفجر. واللي بيتدحرج كده ناحيتهم بقى وبوم بيفرتك الكل بضربة واحدة. العيال كلها بتقع على الأرض يا عيني كده متحسرة، زعلانين على وحوشهم اللي ملحقتش حتى تقول بيم. فالمعلم وانج هنا بقى بيقول لكاي صدقني انا مش هسيبك تنهيني كده. المعلم هنا بقى بيفعل كده اشارة الطوارئ وبيهبق الكل من المكان. المعلم كاي طبعا كان متكيف من اللي حصل ده وبيكمل مشي في المكان. ايوه بقى محدش قدك، لحد ما بيوصلوا بقى كده لقدام كهف، حاجة غريبة كده ولكن شكله كهف مهم وكمان عتيق. واللي بيقرر هنا بقى كاي كده يدخل يستكشفه، واللي اول بس ما بيخطي جواه بيظهر قدامه كده تجسيد روحي لمحارب سماوي، واللي بيقول له اهلا بيك في كهف كنز الاجداد. المعلم كاي بقى بيتخض من اللي بيحصل ده وبيساله انت ايه يا عمنا وكنز اجداد مين؟ فالمحارب بيقول له انا اسمي تاج، وان ده محارب سماوي ومكلف بحماية كنز الاجداد، وده من الاف السنين، وان هو هنا علشان حس بهالته القوية وده من لحظة دخوله، وعلشان كده بقى هيساعده يحصل على كنز الاجداد، ولكن ده بشرط. فالمعلم كاي بيساله طيب وايه الشرط ده؟ فالمعلم تاج بقى بيعرفه انه لازم يدخل قتال مع اصعب واقوى وحش سماوي، اقوى الوحوش في العالم من قديم الازل، ولو قدر يوصل لاخر مرحله من القتال وقدر يتخطاها يبقى كده بقى هو يستحق الكنز، ويا عم كمان فوقيه بوسه. وده لان مفيش ولا محارب قدر يوصل للمرحله الاخيره. المعلم كاي حرفيا كده ما بيكونش فاهم ولا مستوعب اي حاجه، ولكن برضك بيطمع في الكنز، واللي بيقول انه اكيد هيفيد وحوشه انها توصل لمستوى اعلى في القوه. واللي هنا بقى بيوافق على التحدي، واللي في لحظه موافقته دي بيستدعي تاج وحش قط الجليد البري المقدس، واللي بيظهر هنا قدام بطلنا كاي. واللي هنا بقى بيقول له ديت المرحله الاولى وبقابلني بقى لو قدرت اصلا تتخطاها. فالمعلم كاي بيقول له انت شكلك انت اللي ما تعرفنيش. واللي هنا بيأمر اللورد يتولى المهمه دي وان كونجي يستنى دلوقتي. واللي بالفعل بقى بيقرب اللورد من الوحش كده، بيقرب بسيفه الضخم، ولكن فجأة القط ده بيستخدم مهارات الاستنساخ واللي بيحوطه بأعداد كبيرة من نسخ شبهه. هنا بقى اللورد بيكون واقف في النص كده بيلوش بالسيف اللي معاه ويا عيني محتاس، والمعلم تاج بيبدأ كده يستهزأ بيه، ولكن كاي بيقول له الصبر حلو وان هو بس بيدرس الموقف ده. وفعلا هنا بقى كاي بيدي اللورد الاشاره واللي وقتها على طول بينط في الجو. المعلم بيفتح بقه كده زي الحنفيه حرفيا، واللي بيحدف على النسخ كلها ماده الزئبق اللزج الحارق، واللي هنا بقى بيتسلخ الكل وبيكمل عليهم بقى بالانفاس الناريه بيمحي كل النسخ تماما. المعلم تاج وقتها بقى بيقول له حلوه منك يالا، بس ما تنساش حتى لو قضيت على كل النسخ فالقط لوحده قادر ينفخك. واللي بيبدأ القط بقى يفعل كده ضربة مميتة، ضربة كده من الجليد الفتاك. المعلم بيحدفها على اللورد وبيزقه بعيد. فالمعلم كاي بيدي التوجيهات كده للورد علشان يستخدم مهارات التخفي. بيفعل اللورد وقتها بقى بخار التخفي الاسود ده وبيحوط بيه القط كده علشان يشتته، وبيمسك سيفه الجبار ده واللي بيدخله كده من وسط البخار، واللي هنا بوم بيخلص
عليه وبيفوز في المرحلة الأولى. المعلم كاي بقى بكل ثقة كده بيبص لتاج وبيقول له يلا هات اللي بعده، أنا فيها لخ فيها. تاج وقتها بقى بيتجنن وبيقول له الوحش اللي جاي ده مش بس قوي، لا ده كمان عنده أساليب قتالية عتيقة، مهارات مميتة، واللي بيستدعي ساعتها بقى كرش البارك الفتاك، واللي بيكون شكله كده خطير الصراحة. بيقرب اللورد منه بسرعة كده زي الحمار المتهور، فالكرش ده بسرعة بقى بيحدفه بضربة الحبس المائية، واللي بيحبس اللورد كده جوه قفص مائي قوي، حاجة كده لا تقهر. ومن هنا بقى بيتكلم المعلم تاج واللي بيقول لكاي انا قلت لك ان اساليبه القتالية غير متوقعة. اللورد بقى بيكون محبوس جوه الفقاعة دي، واللي بيحاول كده بكل ما عنده يخرج منها ولكنه ما بيقدرش. واللي فجأة بقى وبدون مقدمات بيلاقي القرش كده ظهر قدامه وبسنانه القتالية دي بيعضه في صدره، حرفيا بيشرحه، واللي بتكون بقى اصاباته خطيرة وبينزف جامد، لدرجة بقى ان المعلم كاي وقتها بيعلن استسلامه. فالمعلم تاج بيقول له بما انك اعلنت استسلامك بقى وانت يا دوبك لسه في المرحلة التانية، يبقى وحشك التاني ده لازم يتخطى المرحلتين اللي جايين مش بس المرحلة ديت. فالمعلم كاي هنا بقى بيوافق كده وهو مضطر، ولكن برضك بيكون واثق في كونج جدا، واللي بيدخل القتال ده وهو حواليه كده الهالة الذهبية المقدسة، وديت بقى بتخلي تاج يستغرب جدا وبيحس بقوته اللي هلت على المكان، ولكنه برضك ما بيتراجعش وبيأمر القرش يغرقه كده وسط ضغط قوة المحيط الفتاك، ولكنه بقى بيتصدم ان كونج مش بيتأثر تماما بالضغط الهائل ده، واللي بيفضل كده محافظ على ثباته جوه درع حماية. القرش وقتها بقى بيغضب جدا وبيحدف كده ضربات متفجرة على كونج، ولكن المعلم كونج بيعكسها عليه بدرع الحماية بتاعه. الضربة هنا بقى بترد كده في صدر القرش وبتضعف قوته جدا، فالمعلم كونج بيستغل الفرصة دي، واللي بسرعة بقى بيمسك العصاية الذهبية بتاعته كده وبيكسر دماغه وبيخفيه في لمحة. المعلم كاي طبعا بيكون رافع راسه في السما كده وبيقول لتاج انا عايزك تمتع نظرك يابا. المعلم تاج طبعا بيكون مذهول من قوة كونج واللي بيفضل باصص عليه بدهشة كده. فالمعلم كاي بيقول له جرى ايه يا ابويا، يلا انا مستعجل عايز ياخد ميراث اجدادي، يلا هات الوحش اللي بعده خلينا نخلص. فالمعلم تاج بيقرب عليه وبيكون ساكت كده، فالولا كاي بيقول له ايه سامعني انت نمت ولا ايه؟ فالولا تاج بقى بيديله كده المفاجأة الكبيرة وبيقول له المرحلة دي هي مواجهتي انا. كاي حرفيا بقى بياخد الصدمة وبيقول له ايه الهزار التقيل ده بقى، احنا ما اتفقناش على كده. فالمعلم تاج بيقول له ان كل مروضين الوحوش الاقوياء بيقدروا ان هم يتخطوا اول مرحلتين ومهما كان مستوى صعوبتهم، ولكن محدش فيهم بيكون بينه وبين الوحش الروحي بتاعه رابطة روحية قوية، وده اللي بيخليهم يعتمدوا اعتماد كلي في القتال على الوحوش اللي معاهم، ولكن مفيش محارب منهم يستاهل يكون مروض حقيقي، وده طالما مش بيشارك في القتال بنفسه، وده هو بقى الميراث الحقيقي. المعلم كاي هنا بقى بيتأثر بكلامه ده وبيفتكر كل المعاناة اللي كونج اتعرض لها، وده من يوم ما استدعاه انه فعلا سابه يواجه لوحده. هنا بقى بيدخل المعلم تاج قتال مميت مع كونج، واللي حرفيا كده ما بيكونش قادر يتحمل ضرباته، بس بيفضل صامد لاخر لحظة رغم كل الجروح اللي في جسمه وعمالة تنزف. هنا بقى المعلم كاي بيحس بالأسى على كونج، واللي وقتها بتتحول المشاعر دي لطاقة مهولة واللي بتربط روحهم ببعض. هنا بقى بيقرر كده يشارك في القتال ده وبياخد العصاية الذهبية هو كمان وبيقف قدام كونج بيقول له بس كده ارتاح انت يا بطل، ده دوري انا. هنا بقى المعلم تاج بيبص له بفخر كده وبيقول له انت كده بدأت تفهم يا معلم. بينط كاي وقتها نطة عالية وبيضربه بالعصاية على صدره كده ضربة جنونية. هنا بقى المعلم تاج بيقول له تصدق عجبتني بس برضك على قدك يا صغنن انت، واللي بيبدأ الاتنين كده قتال مميت ما بيسموش على بعض. ولما المعلم تاج بيلاقي ان كاي استوعب اخيرا الهدف من القتال ده بيقول له خلاص يا بطل كده انت فهمت الحقيقة وميراث الاجداد من حقك انت. هنا بقى بتحوطهم كده حلقة ذهبية حاجة خطيرة، واللي هنا بتزود مستواهم القتالي للمستوى الثالث، واللي بيخرجوا بعد كده من الكهف زي البشوات، واللي اول لما بيطلعوا الغابة حرفيا كده مش بيلحقوا ياخدوا نفسهم، واللي بتيجي مكالمة افتراضية لكاي واللي جاية من أستاذ في أكاديمية صينية مشهورة واللي بتدعوه إنه يحضر المسابقة الدولية في الأكاديمية. هنا بقى النظام بيعرف كاي إن الخطوة دي ممكن تخليه يكتسب نقاط أكتر، وده هيسمح له يمتلك وحش مرافق كمان. فالمعلم كاي طبعا مش بيتردد وبيوافق جدا وبيتحرك كده هو والأبطال على الأكاديمية، واللي أول لما بيوصل هناك بيقابله واحد من المشاركين واللي بيقول له مش أنت كاي، مش أنت اللي يا دوبك استدعيت كرد من يوم
يومين لسه مبتدئ صح؟ جاي تعمل ايه هنا يا ابني؟ انت كده هتتعجن. مبتدئ معلش يا جدعان، حماده غلبان، انا بشفق جدا على الناس اللي نايمه في ميه البطيخ دي. المعلم كاي هنا بقى بيقول له الله قول لي اسمي الكريم ايه؟ فبيتكلم الواد كده بكل ثقه وبيقول له انا اسمي شين، مروض من المستوى الثالث لوحش ثعلب الحمم البركانيه الاسطوري. فالمعلم كاي بيقول له ياه ما شاء الله شكله متغذي كويس، بتاكله ايه ده بقى؟ فالولد بيقول له نعم انت جاي تحلو عليا، وبيقول له انت اصلا مش جاهز انك تواجه الوحش بتاعي، ولكن انا هخليك تعرف هو بياكل ايه دلوقتي. والثعلب كمان بتهب منه، واللي وقتها بقى بيجري على كاي كده بكل شراسه وبيطلق قوته الناريه. ولكن طبعا زي المتوقع يا صاحبي المعلم كونج بيقوم بيه وب10 من امثاله، بيمسك الوحش حرفيا كده بيمسح بيه الارض، بيبهدله كده قدام الكل. المشاركين كلهم بقى بيتجمعوا كده حوالين كاي، واللي بيقولوا له انت ايه محدش مالي عينك يالا؟ فالمعلم كاي بيقول لهم الصراحه تقدروا تقولوا كده، انا اقدر اهنكم كلكم مع بعض، ايه تحبوا تجربوا حظكم؟ انا جاهز يلا. بالراحه علينا يا عم قلب الاسد، ناقص تقول لهم اللي هيعدي الخط ده هيموت. المعلم هنا بقى كده بيفور دم الكل، واللي بيقولوا له طيب احنا هنوريك. بيتحد الكل مع بعضه بقى علشان يقتلوه. الكل بيستدعي الوحوش، وفي الوقت ده بطلنا كمان بيجهز نفسه وبيستدعي الضفدع اللورد. هنا بقى الكل بيتصدموا انه مروض لوحشين في نفس الوقت، ولكن مفيش اي وقت للذهول ده معلم اساس. بيخلي وحوشهم كده يهجموا عليهم بسرعه كبيره، والمعلم كاي بيدي اشاره لكونج علشان يدافع من اليمين بالعصايه الذهبيه، واللي حرفيا كده بينزل فيهم طحن. واللورد من الناحيه التانيه بقى بيحدف عليهم كوره كده من كرات الزئبق الحارق بتولع في الوحوش لحد ما بيتحولوا الرماد. هنا بقى كل المشاركين بيتقهروا كده وهم شايفين وحوشهم بيولعوا. الولا يا عيني قضى على مستقبل الكل، ودي بقى جزات اللي يتحدى بطلنا. في الوقت ده بقى بيجي مدير الاكاديميه وبينادي على كاي، بيقول له ده شيء ممتاز، ده المتوقع من بطل زيك يا ابني، انت فخر الامه كلها. في ايه يا عمنا؟ هو محمد صلاح قدامك؟ ايه الدخله دي؟ بيعرف كاي عن نفسه كده وبيقول له ان اسمه ليه، وبياخده للمكتب علشان يتكلموا. واللي بيبدا كده يطلب من كاي ان هو يمثل الاكاديميه بتاعتهم بدل يعني ما يمثل البلد كلها، وده في المسابقه الدوليه اللي هتبدا كام يوم واللي هتتعمل في الولايات المتحده. هنا بقى المعلم كاي بيقول له انا اساسا جاي علشان كده، وان هو مستعد يمثلهم قدام العالم كله وكده كده هيشرفهم. فالمعلم ليه بيعرفوا ان هم حاطين عليه امل كبير، وده لان طول سنين مشاركتهم في المسابقه دي اتحط عليهم بالجامد، واحسن نتيجه طلعوا بيها كانت التعادل. ما خلاص يا عم حسام حسن بقى، هتخلينا نعيط على حظنا احنا كمان. فالمعلم كاي هنا بقى بيقول له ما تقلقش يا استاذ انت معاك اسد. المعلم ليه وقتها بقى بيطلب منه كده يروح لغرفته ويستعد هو والوحوش اللي معاه، ويوم المسابقه هيجي ياخده بنفسه. بعد كده بقى بيستأذن منه كاي وبيروح لاوضته علشان يرتاح، ولكن اول لما بيدخل بيسمع صوت النظام، واللي بيقول له بما انه شارك في قتال عنيف من شويه فيقدر دلوقتي يدخل يستدعي الوحش الثالث. هنا بقى المعلم كاي بيتحمس جدا وفعلا بيستدعيه، ولكن كالعادة بطلنا مش بيستدعي غير الأعجوبات، واللي بنشوف طائر ضعيف كده وشكله ميت إكلينيكيا حالته حالة. هنا بقى المعلم كاي بيقول هو أنا مكتوب عليا أنعش الجثث دايما ولا إيه؟ وحتى لما بيحاول يعرف أي حاجة عن طبيعة الوحش ده بيلاقيها كلها كده علامات استفهام، فبيقرر يشيله بقى كده في صندوق وبيحط معاه حجر روحي. المعلم بيقول له لما أرجع من المهمة بقى هبقى أشوفك. وبتمر الايام بعد كده بسلام، وبيجي اليوم الموعود، وليه بيجي الكاي كده في الغرفه بيقول له ايه جاهز يا بطل، وبياخده هو والوحوش وبيتحركوا وبيوصلوا لساحه المسابقه. واللي قبل ما القتال بيبدا بيدي ليه كده شويه كلمات تشجيعيه لكاي، وبيعرفوا ان الخصم الاول مش سهل، ده جون اشهر مروض في كوريا الجنوبيه كلها. هنا بقى المعلم كاي بيقول له ما تقلقش انا بس عايز اطلب منك طلب، وبيديله الصندوق اللي فيه الطائر، بيطلب منه يخلي باله منه لحد ما يخلص المسابقه، واللي بالفعل كده بياخده ليه. المعلم كاي بقى بينزل لحلبة القتال وبيقدمهم المقدم هو وجون للجمهور. المعلم جون طبعا كده زي اي خصم بيواجه بطلنا بيكون واخد مقلب في نفسه جامد، ولكن المعلم كاي بيكون خلاص اكتفى من الهبل ده، واللي بيقول له ما تضيعش وقت يالا. فالمعلم جون هنا بقى كده بيستدعي كلب الرعد وبيقول له شكلك كده مستعجل على موتك. فالولا كاي بيضحك جدا وبيقول له
هو ماله هفتان كده ليه؟ انت ايه نسيت تاكله؟ المهم ان هو كمان بيستدعي اللورد الفخم، والكلب بيبدا في الهجوم عليه، واللي شكله بيكون متوحش جدا، ولكنه حرفيا كده ولا بيأثر على اللورد ولا حتى بخدش. هنا بقى اللورد بيجمع طاقته كده وبيمسك السيف وبينزل على الوحش ده، بيقطع جسمه وبيهبده في الحلبة. وهوبا بينا بقى يا معلم، كاي بيكسب القتال ده بكل سهولة، وده طبعا وسط ذهول كل الجمهور وحسرة المعلم جون على الوحش بتاعه. بعد كده بقى بيطلع المعلم كاي لغرفة الاستراحة علشان ياخد نفسه ويستعد للجولة اللي جاية، واللي هناك بيقابل زمايله في الأكاديمية وبيتعرفوا عليه، واللي بيكونوا معجبين بأدائه جدا، ولكن وسطهم بيكون في عيل حقودي كده واللي اسمه ران. المعلم ده بيقول لهم ايه انتوا ايه فرحانين كده ليه؟ انا هنزل الجولة اللي جاية وهوريكم الفرق اللي ما بيننا، دي مشيت معاه كوسه بس. طب يلا انزل يا عم الامور ورينا هتعمل ايه بشعرك اللي شبه حزلقوم ده. زمايله طبعا بيعتذروا لكاي واللي بيقولوا له معلش اعذره، اصل هو بس واثق من نفسه حبتين كده. المعلم كاي اساسا كده مش بيهتم وبيقف يتفرج على القتال ده. هنا بقى بينزل المعلم ران واللي بيكون في مواجهه بطل اليابان واللي اسمه بيكون ساتو. الوحش بتاعه بقى وحش الياما، يعني أسطورة من أساطير اليابان القديمة، واللي بيطلع بقى وحش الأفعى المرعب ذو ال6 رؤوس. المعلم ران طبعا بيعمل فيها كده شبح وبيستدعي الوحش بتاعه ده وبيبدأ القتال، ولكن يا خسارة الثقة دي راحت على الأرض. الذئب بتاعه حرفيا كده بيتقطع، ومدير أكاديمية ساتو بيشمت طبعا في المدير ليه وبيقول له انت كل مرة بتيجي تتهزق كده يا أخي عار عليك. ولكن المعلم ليه بيحاول كده يلم الباقي من كرامته وبيقول له ماشي دلوقتي كاي هينزل يفرمهولك، واللي بالفعل بيدخل بطلنا الأسطورة، والمرة دي بقى بيكون معاه كونج. واللي هنا بقى ساتو أول لما بيشوفه كده بيقول له يلا ودع حبايبك يا صاحبي علشان الوحش بتاعي ميت من الجوع. فالمعلم كاي بيقول له على ايه التناكة دي كلها يا معلم، مش مستاهلة، ده حتى يعني حتة دودة. واللي بيستدعي وقتها بقى اللورد علشان يبدأ يتسلى عليهم. الكل بيتريق عليه، واللي وقتها بقى بيقولوا ده اتجنن ولا ايه، الضفدع ده هيعمل ايه قدامه اسطورة الياما ده. ولكن المعلم كاي مش بيهتم للكلام ده، وبيأمر اللورد كده ما يضيعش وقت ويفعل ضربة الزئبق الناري، واللي بتنزل على وحش الياما كده حرفيا بتشويه. وقتها بقى المعلم ساتو ده بينهار، ولكن بيزعله المدير علشان يمسك نفسه، فبيخلي الوحش بتاعه كده يغير جلده وبيرجع تاني في هيئته، وبيرجع تاني في هيئة كده اقوى من الاول. فبيستغرب كاي جدا، ولكن اللورد مش بيتهز، بيفعل ضربة السيف الشاملة واللي بتنزل كده على الوحش ده بتجيب اجله. يا ولاد اللعيبة، لا لا يا جدعان مش طبيعي، قوتك فاقت كل التوقعات يا كاي. الجمهور كله بيشجعه، الله عليك يا حبيب والديك. طبعا هنا بقى المدير ليه بيحس بالفخر وكرامته بترجع له، وده بسبب بقى ثقته في كاي اللي كانت في محلها. ولكن ما بيسيبوش الولا يرتاح وبيبدأوا الجولة اللي بعدها على طول كده. وبيدخل امير الهند ده واللي بيكون ما شاء الله اسم على مسمى، وده لان اسمه امير، واللي بيكون شاب اسمراني ومقرمش كده. ولكن استنى، ده من اقوى مروضي الوحوش في الهند كلها، وده لانه بيكون مروض لمحارب قوي جدا، وده بقى علامة من اهم علامات ثقافة الهند القديمة، يعني الكل بيحلف بقوته. من الاخر كده يا جدعان، بطلنا بيواجه ناس تقيلة، مش مجرد طلبة عادية كده في ساحة قتالية، لا يا زميلي لا، المعلم كأنه كده كان بيصارع الموت. بعد كده بقى بيدخل امير الحلبة دي واللي كان كله ثقة كده وحماس، واللي بيكون مبتسم بقى اخر ابتسامة، وشكلها كده اخر ابتسامة هيبتسمها بجد، وده طبعا قبل ما يتحط عليه. هنا بقى بيقول لكاي اهلا بالشبح اللي عامل قلق. فالمعلم كاي بيقول له انا جبت اخري يا عمنا، خش في الموضوع يلا، مش كل لما ابدا قتال تقعدوا تغنوا الاول، احنا مش في ذا فويس هنا. فامير ده بيقول له حسك الفكاهي عالي كمان، عموما ما تستعجلش على رزقك يا معلم، انا عايزك الاول بس كده تقول هاي لعمو سارو. واللي بيستدعي هنا بقى المحارب بتاعه ده واللي بيكون شكله خطر حرفيا، وعنده بدل الايدين 4 وعضلاته مفتولة، يعني حرفيا كده الطلة لوحدها بس تقطع الخلف يا ابن المفترية. ولكن ده كاي يعني مش اي حد يا جدعان، واللي علشان كده بقى مش بتتهزله شعراية. واللي هنا بقى بيستدعي ملك القرود البطل كونج، واللي بيظهر كده وسط ضغط هائل من القوة وبيخلي كل الجماهير تنهار من الخضة. حتى الامير ده بيقول له ايه انت مروض لوحشين،
دي ما حصلتش قبل كده. فالمعلم كاي بيقول له اجل صدمتك دي لبعد المسابقه، ابوس رجليك خلصني بقى. من الواضح كده ان الحر مضيق خلقك انت كمان. عندك حق يا عم كاي والله. المهم بقى امير ده مش بيهري كتير، وبيامر المحارب بتاعه يبدا القتال، وانه يهجم برمح البارك الثلاثي واللي بيهجم بيه على كونج. ولكن المعلم بيكون مجهز طبعا كده العصايه الاسطوريه واللي اندمجت بقوه ملك القرود الحقيقي وبقت جامده جدا، لدرجه انها بقى بتلزق المحارب ده في اخر الحلبه يلا من اولها كده. والمعلم كونج بيكمل عليه من غير ما يحس ناحيته بأي شفقة تماما. ما هو يا يموته يا يموته، هو ما عندوش خيارات يا زميلي. هنا بقى المعلم امير ده بيغضب جدا وبيقول للمحارب يلا امسك نفسك هتودينا في داهيه يا مهزأ. واللي بيجرح امير صباعه كده هنا، وده علشان نقطه الدم اللي بتنزل دي بتقوي الرابطه اللي ما بينه وما بين المحارب، واللي بتخلي قوته القتاليه كده تزيد. يعني عامله حاجه كده زي قربان، يعني حاجه كده استغفر الله. واللي بالفعل القوه بقى بتتغلغل كده في جسم المحارب ده بشكل قوي، وكل الجماهير بتفكر ان كونج خلاص مش هيقدر يقاوم اكتر من كده، وان هو كده هيودع. انت بقى معلم كنت عالمي والله، شبه النمله تحت رجلين كونج بالظبط. المعلم امير بيزعق كده علشان يقوم ويستخدم ضربه اللهب الناري، واللي بالفعل هنا بيتماسك المحارب ده واللي بيفعلها كده، ولكن مش بيتحوق في كونج اساسا. ده بيمسك له الرمل بتاعه هنا بقى وبيفرتكه له كده 100 حته، واللي بيفضل المحارب بقى يقاتله كده بقبضاته لاخر نفس. ولكن المعلم كونج بيقرر يريحه من المعاناه دي، واللي بيمسك عصايته الذهبيه الفخمه دي واللي هوب بيخلص عليه قدام عينين الامير. وحتى الجماهير ما بتكونش مصدقه، مصدومين ان اقدم محارب في الهند يتهزم بالطريقه دي، اتهزم كده قدام مروض لسه مبتدئ. يا ابن اللعيبه كاي. هنا بقى بيعلن المقدم ده فوز بطلنا كاي، واللي كسب الجوله الثالثه على التوالي يا جدعان، وده طبعا واستهتاف الجمهور. هنا بقى بياخد كاي كونج كده وبيطلعوا يريحوا شوية استعدادا للجولة اللي بعد كده. في غرفة الاستراحة بقى بيستقبلوا ليه، واللي بيقول له انا فخور بيك جدا، انت ادائك كان جامد. واللي بيطلب منه كده يقعد يتفرج على الجولة اللي بعدها يستريح شوية، واللي بتكون بقى ما بين عبقري من اكاديمية المدير ليه واللي اسمه لين، وده بقى مروض لوحش تنين الجليد، وكمان ما بين جاك شاب امريكاني روش كده واللي بيكون مروض لوحش اسد الدمار. الولا ثقته في نفسه عمياء حرفيا، وده بقى بيوتر لين جدا، ولكنه بيحاول بردك يقدم كده احسن ما عنده، وده علشان خاطر البلد. ولكن للاسف الوحش بتاعه مش بيقدر يصمد قدام هجمات اسد الدمار الفتاك، وبتعدي الجولة والسيم مهزومة للمرة التانية. فالمعلم ليه طبعا ده بيكون مستاء، وكالعادة كل اماله بتتحط على كاي. يا جدعان الواد هيحارب لوحده ولا ايه؟ ما بالراحة مش كده يا جدعان. ولكن مفيش اي مجال للخلعان يا معلم، بطلنا متدبس متدبس. فبياخد بعضه كده وبينزل لحلبة القتال زي الشاطر الغلبان، وبيقف قدام جاك المغرور ده، واللي اول لما بيشوفه بيقول له كده بخباثة انا من اشد معجبينك، كنت متابع كل قتالاتك المبهرة، بس خلي بالك يا صاحبي انا مهاراتي في القتال غير الكل، ولسه عندي كروت مخفية لسه ما سحبتهاش. فالمعلم كاي بيقول له طب انطر قبلكاش، يلا خلص وريني اللي عندك. عامة يا جدعان عاجبني كاريزمة كاي دي، اصل الرجولة افعال، واللي بيقعد يهري كتير ده كده بياخد على عينه. والصراحة المعلم شبع من الاسطوانة دي. فالمعلم جاك هنا بقى بيقول له ايه بس كده، ده انت طلباتك اوامر. بيستدعي جاك وقتها بقى وحش عجيب، واللي بيظهر كده على هيئة ظل اسود، واللي عينيه بتكون مضيئة بشكل مخيف. ليه ساعتها بقى بيفز من مكانه ده وما بيكونش فاهم هو ايه العبث اللي بيحصل ده، ولا هو ولا الجمهور. فالمعلم كاي هنا بقى بيقول لكونج يلا العب على الهادي، وبيقرب كونج منه بحذر كده وبيضرب بعصايته على الارض، وده علشان يخرج منها هالة ذهبية تفهمه بالظبط ايه الكائن ده. ولكن المحاولة دي بتبوء بالفشل، وللأسف الوحش المجهول ده بيكون شرس جدا وقوته الظلامية شديدة، واللي هنا بيظهر في وش كونج كده في لمحة وبيصيبه إصابة خطيرة. بيبدأ المعلم كونج بقى يلوش كده بالعصاية اللي معاه دي من كتر الوجع، وده علشان يحاول يحمي نفسه، ولكن الوحش ما بيرحموش.
وبيضربه كده ضربة أعنف في صدره. المعلم جاك بيكون واقف كده بقى حاسس بالفخر، واللي بيفضل كده يهزق في كونج وكاي. المعلم بيفضل سرحان بقى كده في ملكوت تاني، ويا عيني عمال يتأمل في الظل الخفي ده. هنا بقى بيفهم كده ان قوة الظلام دايما بتتهزم بالنور، وده بقى اللي بيخليه يقول لكونج يلا فعل قوة العصاية الذهبية. واللي بيمسك كونج العصاية هنا وبيثبت فيها جامد، وبيجري كده على الظل ده، وعينيه بتكون كلها شر. المعلم بيخبط العصاية ديت فيه، واللي بيخرج منها كده شعاع ذهبي رهيب، واللي بيمحي الوحش كده من الوجود تماما. يا ولاد اللعيبة، هنا بقى بيقع جاك على الارض من الصدمة، واللي بيقول لك لا مفيش اي قوة على الارض تقدر تهزم وحش الظلال. انت ازاي يا جدع؟ مش قلت لك يا صاحبي ان الكلام الكتير ده هري على الفاضي؟ الابطال افعال لا اقوال. ابلع بقى صغنن. طبعا بقى في اللحظة دي بيعلن مقدم المسابقة فوز بطلنا كاي، ولكن مش في الجولة دي المرة دي، لا ده في المرحلة الأولى كلها. أيوة بقى والله، وعملوها الرجالة، رفعوا راس الصين كلها. المعلم جاك طبعا بيكون لسه في مكانه كده وبيعيط يا عيني. نقطة ضعف دموع الطفل يا جدعان على رأي الفنان أحمد السقا. المهم بقى بيطلع بطلنا لغرفة الاستراحة، وبيقابل هناك ليه، واللي بيكون منشكح جدا. المعلم نايس يشيل كاي على ظهره ويلف بيه. هنا بقى بيقول له انت رفعت راسي يا كاي، والأول مرة في تاريخ الصين كلها نتأهل للنهائيات. للدرجة دي يا جدعان كانت حالتكم صعبة. واللي بيبدأ ليه كده يعرفه على أخصامه واللي هيقابلهم في المرحلة النهائية، واللي بيكونوا أكبر منه في السن، وعندهم يعني كده خبرات قتالية كبيرة، يعني لازم ما يستهونش بحد. وأولهم هيكون ولد واللي اسمه ويليام، وده بقى مروض لوحش ما يختلفش عن وحش الظل زي بتاع جاك ده، ولكن ده أخطر بكتير، ودايما بيفوز في أي قتال بضربة واحدة، ضربة واحدة بس بيخلص كل شيء. فالمعلم كاي بيطمنه وبيقول له ما تقلقش يا أستاذي، هو أنا تلميذ يا باشا، أنا عارف هتصرف إزاي. كونج ساعتها بقى بيداوي إصاباته دي علشان تبدأ مرحلة النهائيات، واللي بينزل هو وكاي لحلبة القتال، واللي بيكونوا في مواجهة كده المعلم ويليام وش الوش، ولكن بيكون عيل كده شكله طري. والأول لما بيقف قدامه بيتكلم ويليام وبيقول له جاهز يا بطل للمدعكة ولا حابب تريح لك ساعتين؟ انت شقيان من الصبح. فالمعلم كاي بيقول له هو الامريكان كده كلهم دمهم تقيل؟ انجز يا عمنا، خلص يا عم اللمد. فالمعلم ويليام بيقول له ايه، طب مبدئيا كده الكرد بتاعك ده مش هيقدر يصمد ثانية قدام وحش الضباب الأسود بتاعي، يعني أحسن لك كده تستسلم بدل ما شكلك بقى يبقى وحش وكده هتتكسف قدام الكل. فالمعلم كاي بيقول له أنا معرفش يعني إيه استسلام، وكمان مين اللي قالك يا زمالة إن الوحش بتاعي هو اللي هيواجهك؟ واللي هنا بقى بيمسك بطلنا كاي المتهور ده العصاية الذهبية المقدسة، وبيقرب من ويليام بيقول له عركتك معايا أنا يا زميلي. هنا بقى الجماهير كلها بتقول ده إيه المجنون ده؟ هو ايه فاكر نفسه جاكي شان؟ الكيان السوداوي بتاع ويليام ده من اخطر الوحوش اللي بتتروض عن طريق السحر. ده الصين شكلها كده هتودع الجولة دي. هنا طبعا المدير ليه ما بيكونش فاهم ايه اللي في دماغ كاي، ولكنه كالعادة برضك كان واثق فيه. هنا بقى المعلم ويليام بيضحك وبيقول له لا ده انا كده بقى محتاج اخد عندك دروس لتقوية الثقة بالنفس، وانا على العموم يا معلم مش هأخر عليك حاجة، لو كان الموت امنيتك فانا بقى هوصلك ليها. هنا بقى بيستدعي ويليام كده الضباب الاسود، واللي بيبدأ يتوغل في المكان كله، حاجة كده كأنه فيضان، واللي بيقرب من بطلنا كاي، واللي بيحاول هنا يتماسك بيفضل يلف كده حوالين الضباب علشان يقدر يتكتكها صح. هنا بقى المعلم ويليام ده بيصدق كده ان بطلنا عبيط، وانه مش هيعرف يعمل اي شيء، وان خلاص المسابقة دي بقت في جيبه. ولكن انا وانت عارفين ان دماغ كاي ده سم، واللي مش بيكون بيحارب بنفسه من فراغ كده، لا ده اكيد هيعمل معجزة دلوقتي. واللي بالفعل كده بيلوح بطلنا بعصايته الذهبية دي، واللي بيخرج منها شعاع ذهبي بسيط بيخفي كل طاقة الضباب الاسود اللي منتشرة حواليه. فالمعلم ويليام بقى بيتعصب جدا وصاد اللي حصل ده، واللي بيبدأ يستوعب بقى انه كده في مواجهة مروض حقيقي مش قتال عبثي. واللي هنا بيقرر كده يزود قوة الضباب الاسود، بيستدعيه مرة تانية ولكن بشكل مكثف اكتر من الاول، واللي كله كده بيتكاثر حوالين كاي، واللي بيقف كده وسط الظل ده، واللي بكل شجاعة بيجمع الطاقة الروحية النابعة من اعماقه، وبيلف العصاية كده بسرعة جبارة، وده لحد ما بتخرج منها كده موجة من اشعة
أشعة النور المقدس الذهبي ده، واللي بتمحي في لحظتها طاقة الضباب، واللي بتتبخر زي الرماد من الحلبة. هنا بقى كل الجماهير بتفرح له جدا، والمدير ليه بيتنطط على الكرسي، الكل فرحان. محدش مصدق بقى ان كاي عمل كده بنفسه من غير ما يحتاج للوحش. يا ابن اللعيبة يا جامد. وده بقى يا صاحبي هو ميراث الأجداد الحقيقي اللي اتعلمه من تاج. فاكر تاج؟ ومن هنا بقى المعلم ويليام بيحس بالهزيمة، واللي بيقرر كده ان هو ينتقم بكل بجاحة، ولكن بطريقة غير متوقعة على الإطلاق. وبيطلع كده مخطوطة فيها رسمة غريبة كأنها كده طلاسم لتعويذة سحرية، واللي بيبدأ بقى كده يتمتم بالتعويذة دي لحد ما بتحصل كده رجة قوية في المكان، والسقف بيتشق كأنه حرفيا كده اتصعق، واللي بيبدأ يظهر منه بقى وحش مرعب كده لأبعد الحدود. هنا بقى الجمهور كله كده بيترعب جدا، وبيقول لك ايه، هما المشاركين الامريكان دول اتجننوا ولا ايه؟ ده وحش شيطاني من العالم الاخر. وبيتكلم ويليام المختل ده، واللي بيقول لكاي انا حتى لو هخسر قدامك يبقى كلنا لازم نموت مع بعض، انا مش هخسر لوحدي. لا لا يا جدعان، ده اتجنن رسمي، طبق مثل يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. وقتها بقى وحش الاخطبوط الشيطاني ده بينزل كده للحلبة، واللي بدراع من دراعاته الضخمه دي بيحاول يضرب كاي، ولكنه بيقدر يهرب في اللحظه المناسبه. المعلم كونج بيقرب منه وبيفعل كده درع الحمايه، وده علشان يتفادوا الضربات. واللي بيمسك بطلنا كمان عصايته كده وبيبدا يقاتل وهو مش فاهم ده ايه الوقعه السودا دي. في اللحظه ديت يا صاحبي بقى عايزك تفوق معايا كده، عايزك تستعد للمعجزه اللي هتحصل دلوقتي. السماء بيظهر فيها موجات غريبه كده، واللي بيسمع بطلنا هنا صوت النظام الافتراضي واللي دايما بينقذه، بيقول له انت قتلت وحش الضباب الاسود بكل مهاره. وده بقى كمل مرحلة تطوير الطائر الغلبان اللي كسبه قبل كده، واللي بقى جاهز يظهر في هيئة طائر العنقاء، الطائر ذو جناح اللهب الذهبي. كاي طبعا وقتها ما بيفكرش كتير، وبيطلب من النظام يتم مرحلة التطور دي، واللي حالا بتكتمل بنجاح. والطائر بينزل لحلبة القتال وبيقف كده مع كاي وكونج، بيحاوطهم بقى كده بحلقة من النار، والوحش ده مش بيقدر يعديها بسهولة، وده بسبب الطاقة الشيطانية الملوثة. ولكن ده بيزود غضبه بشكل مهول، واللي بيخليه يزود قوته، وعينيه بتطق شرار. المعلم بيقرب منهم كده بكل وحشية. هنا بقى المعلم كاي بيوجه كده الوحوش الاسطوريه اللي معاه دي، وبيبدا بكونج اللي بيمسك العصايه الذهبيه وبيخبط الوحش بيها كده بيجيبه على الارض. يا ابن اللعيبه. وبيامر الطائر الاسطوري يستخدم كده اللهب الناري ده، واللي بينفخه على الوحش زي حمم بركانيه. هنا بقى الاخطبوط ده بيستخدم كده الحبر الاسود اللي عنده وبيحدفه على كاي، ولكن اللورد بيتدخل وبيقرب كده من كاي، بيفعل درع حمايه ضخم بيمنع الحبر السام ده يوصل لهم. والمعلم كونج على طول بيمسك العصايه، وبيكون الغضب عميق، بينزل على الوحش كده بلا رحمة، بيقطع له ايديه بكل جحود. والطائر كمان بيزود انفاس اللهب وبينفخها على الوحش، وما بيوقفهاش حرفيا، لحد ما بطلنا بقى بيمسك عصايته كده وبينط على راس الوحش ده بيفرتكه كده بالضربة القاضية. ورسميا كده بيكسب بطلنا المسابقة الدولية دي بعد القتال الساحق اللي حققه قدام الكل. والمقدم بقى بيسلمه الكاس، وده واستهتافه وفرحة المدير ليه والجمهور كله، الكل بيكون فرحان جدا. ولسه المعلم كاي بيرفع الكاس، حاجة بقى كده زي نجوم السيما، ولكن يا صاحبي المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فانوس، لان بيقطع لحظة الانتصار دي بقى ظهور شكوك كده مريبة في السماء، واللي بينزل منها بقى كده كمية مساخيط شيطانية، عدد كبير جدا. وده بقى بيكون بسبب التعويذة الشيطانية اللي المعلم ويليام الحلوف ده فعلها. وطبعا كل الجماهير بتطلع تجري، وبيحصل كده هرج ومرج في الساحة. هنا بقى بيروح المدير ليه لإدارة أكاديمية ويليام، وبيقول لهم اللي بيحصل ده بسبب جشعكم، كل ده علشان طمعانين في الفوز. الكل بينهار بقى وقتها، بيقولوا له احنا ما كناش متوقعين ان ويليام يخلي الامور توصل لكده. ولكن وقتها الوحوش كده بدأت تنتشر بسرعة كبيرة، وكانت السما كده كأنها بتمطر شياطين، والناس كلها بتصرخ، الكل بيحاول يهرب كده لأي منطقة آمنة. وقتها بقى المعلم ليه بياخد كاي من ايديه وبيقول له يلا لازم نهرب من هنا، لازم نرجع الأكاديمية بسرعة. واللي بالفعل بيركبوا المركبة الهوائية دي، المركبة اللي جم بيها، وبيتحركوا لحد ما بيوصلوا للأكاديمية. وهناك بقى القوات المسلحة دي بتعترضهم وبتسألهم عن هوياتهم.
المعلم بيطلع الكارنيه وبيقول لهم انا المدير اللي بيمثل الاكاديميه الصينيه، فبيدخلوه هو وكاي. طبعا الطلبة كلهم بيكونوا باصين على كاي كده بإعجاب، واللي بيقولوا بطل المسابقة الدولية وصل عندنا الأكاديمية، يبقى كده شكلنا خلاص هنكون في أمان. أما المعلم ليه فاللي بيطلب من كاي يروح لغرفته علشان يستريح ويطور من قوة الوحوش اللي معاه، وده لأن هم لازم يوقفوا الغزو ده، لازم يعملوا كده بأي شكل، وده قبل ما يسيطر على العالم ده. وهو بقى هيحاول ينقذ ما يمكن إنقاذه، واللي بالفعل بيروح المعلم كاي كده على أوضته، واللي هناك بقى النظام بيطور قوته، وده بعد النقاط اللي اكتسبها في المسابقة دي. وكمان بيعرفوا ان موجة الوحوش دي فرصة جبارة علشان يطلع منها بمكاسب مهولة. في الوقت ده بقى بيقطع اندماجه صوت تكسير ازاز البلكونة، واللي بيدخل منها كده وحش شيطاني مخيف، فبيستقبله بقى طائر اللهب الاسطوري بانفاسه الحارقة بيولع فيه تماما. والمعلم كونج بقى مش بيسمي عليه، واللي بينزل عليه بالعصاية دي بيدغدغ دماغه. الوحش بينهار وبيحاول يهرب كده من باب الأوضة، ولكن اللورد بيوقفه. هنا بقى المعلم كونج بيقول له ايه يا معلم، هو دخول الحمام زي خروجه؟ واللي بوم بيفرتكوا ال100 حتة. بعد كده بقى في الأكاديمية بنشوف المسؤولين واقفين كده مرعوبين، وهم شايفين نظام الحماية بدأ يحصل فيه شروخ قوية، وده بسبب هجوم الوحوش واللي كان خلاص على وشك الانهيار. ولكن المعلم كاي بيتدخل طبعا، واللي بيأمر الطائر هنا يستخدم القوة النارية، وده علشان يلحم بلورة الحماية مرة تانية، وكمان يزودها بالقوة الأسطورية علشان تكون ماسكة نفسها. بيقرب بعد كده بقى مسؤول من الأكاديمية وبيشكر كاي على مجهوده الجبار ده هو والوحوش اللي معاه. فالمعلم كاي بيقول له ده واجب يا باشا، ما تصغرناش بقى. واللي بعد كده بقى بيتجمع الكل كده في غرفة المؤتمرات، واللي بيبدأ واحد من المسؤولين يتكلم وبيحكي لهم عن حالة الفوضى اللي حصلت في العالم ده، وإن هيتم إنشاء تحالف علشان يتصدى للهجوم ده، ودوت بقى هيكون بخطط وترتيبات، يعني مش حاجة عشوائية. وقائد التحالف ده هيكون هو المحارب الكبير لينج، ولازم يختاروا مع بعض كده مروض أسطوري علشان يكون المساعد بتاعه، والمدير ليه بيكون طبعا حاضر الاجتماع ده. فاللي بيقف كده وبيقول لهم بعلو صوته مفيش أنسب من كاي يكون مساعد القائد. العالم كله حضر موهبته العالمية، ده قضى على أعتق وحوش في التاريخ، ومفيش كمان مروض سيطر على 3 وحوش في وقت واحد زيه. الكل طبعا بقى بيوافق على كلامه ده لان كلامه سليم ومحدش يقدر ينكره. والمعلم كاي بيوعدهم ان هو هيكون قد المسؤولية وهيدافع عن الوطن بروحه. بعد كده بقى بيخرج المعلم كاي يتمشى شوية كده علشان يشوف الاحوال وصلت لفين، ولكن هنا بيتفاجئ بخنجر كده بيتحدف عليه. المعلم بيكون ماشي كده في امان الله وبيلحق نفسه بالعافية، واللي بيكون بقى لسه بيسأل كده مين الجبان اللي عمل كده. فهنا بقى بيشوف حد كده بيجري وراه بسرعة، واللي لما بيلتفت بيلاقي طائفة غامضة كده واقفين قدامه وشكلهم ناويين على الشر. يا دي النيلة السودا، الواد هيلاقيها منين ولا منين يا جدعان؟ بيتكلم القائد بتاعهم هنا وبيقول له انت عامل لي فيها بقى بطل قومي، يالا ده انا هفعصك تحت رجليا. واللي بيستدعوا كده كلهم الوحوش الروحية واللي بتهجم على بطلنا بسرعة، وده كأنهم عارفين هيعملوا ايه كويس. واللي بسرعة بقى كاي بيأمر اللورد كده يقف ويطلق عليهم أنفاس الزئبق اللزجة، ودي بقى اللي بتزحلقهم كده وبتوقعهم مكانهم. هنا بقى الطائر بيتدخل بسرعة كمان، واللي بيقاتلهم بقى بأنفاسه الحارقة، واللي يا عيني محدش بيقدر يقاومها. هنا بقى الكل بيتفحموا في مكانهم. ساعتها بقى الطائفة بتجيب لورا، واللي هنا بقى بيقول لهم القائد يلا يلا من هنا بسرعة، ده طلع مجرم يا جدعان. ولكن على مين؟ اللي حضر العفريت وما يعرفش يصرفه يبقى يعرف بقى ان الجن هيقرفه. واللي بالفعل كده كل وحش من ال3 دول بيطردوا شوية من الطائفة، واللي لما بيتفرقوا بيشغلوا دماغهم علشان يهربوا، ولكن الغلابة ما بيعرفوش. وبيقف المعلم كاي قدام القائد ده وبيقول له قبل ما تودع كده انا عايز اعرف مين اللي وزك عليا وليه كنتم عايزين تقتلوني، هتستفادوا ايه؟ وقتها بقى الكل بيضحك كده ضحكة خبيثة، واللي بتظهر حواليهم بقى طاقة الظل السوداوية، واللي بيقولوا له احنا مش بنحاول نهرب بالمناسبة، احنا كنا بس بنستدرجك للفخ.
واللي فجأة بقى بتظهر شارة ضخمة كده عليها رسم التعويذة، وكل أفراد الطائفة بتتبخر وبتتجمع طاقتهم الظلامية، واللي بتكون على هيئة شخص واحد. ولكن كل ده كان خداع علشان يقتل البطل اللي الكل بيفخر بيه. حرفيا بقى المعلم كاي هنا بيتصدم من اللي شايفه ده، والوحوش بتاعته دي بتتدخل فورا وبتهجم كده على الشخص ده، ولكن كل قوتهم دي بتكون بلا فائدة. والشخص المرعب ده بيضحك بسخرية، واللي بيقول له ما تحاولش يا معلم، قوتي الشيطانية مش زي أي قوة أنت واجهتها قبل كده، يعني مش هتقدر عليا. فالمعلم كاي بيقول له مشكلتكم إنكم فاكرين إني بخلص مفاجآتي كل مرة، أنا لسه يا صاحبي ما وريتش العالم كله غير نبذة بس عن قدراتي. في اللحظة دي بقى بتحصل كده المعجزة، وبيجمع المعلم كاي قوة الوحوش التلاتة دي وبيدمجهم في جسمه، واللي بيروح بسرعة بقى ناحية الشخص الغامض ده، واللي بيكون مش مصدق اللي بيشوفه ده لأول مرة في حياته كلها، وإن مروض يجمع قوة الوحوش اللي معاه في ضربة واحدة. واللي قبل ما يتصرف بيلاقي المعلم كاي في وشه كده وبيدور فيه الضرب، بيديله بقى بالقبضة الثلاثية المدمرة، واللي بتجيب أجله في ثواني بتخلص عليه. بعد كده بقى بيجي المدير ليه، وده علشان يلحق كاي. ولكن تلحق مين يا معلم؟ الولا قام بالواجب وزيادة. هنا بقى كاي بيقرب منه كده وبيقول له انا مش فاهم ده كان ايه ده. فالمعلم ليه بيعرفه ان الحقد والغل بيخلي البشر يبيعوا ارواحهم للشيطان، وده بس علشان يكتسبوا القوة، وربنا يسترها بقى وما تكونش العدوى الشيطانية دي انتشرت كده في كل المدينة. بعد كده بقى بياخدوا علشان يرجعوا تاني للأكاديمية، واللي هناك الطلبة بيكونوا ماشيين كده متوترين وخايفين، وده لا يكون حد فيهم مخبي جواه قوة ظلامية ومتخفي ولا حاجة. اما بطلنا بقى فاللي بيدخل اوضته كده علشان النظام يفرحه انه اكتسب قدرات جبارة، وكمان عين النسر الثاقب واللي بتتزرع كده جوه راس كونج، واللي كأنها عين تالتة بتخليه يقدر يشوف اي قوة شيطانية مخفية، يعني اي حد مخبي جواه قوة ظلامية يقدر يعرفه. المعلم كاي هنا بقى بيفرح جدا لان المهارة دي بقى هتساعده يعرف مين الشرير ويخلص عليه، وده قبل ما يأذي اي حد. واللي بالفعل بقى لما بيخرج كده وبيمشي وسط الناس، وده علشان يجرب القدرة الجديدة، بيلاقي فعلا ان في قوة شريرة متخفية وسط الطلبة، فبيجمع كده كل المسؤولين على الساحة فورا والطلبة كمان، واللي بيطلب منهم يتعاونوا معاه علشان يكتشفوا الخاينين اللي وسطهم. الكل بيوافق طبعا، وبيبدأ المعلم كونج كده يفعل القدرة دي، وبيوري الكاي ان في مجموعة من الطلبة خافين قوة الشيطان اللي جواهم، واللي لما بيواجههم طبعا بينكروا بكل غضب. ولما المعلم كاي بيصر بيحسوا هنا ان مفيش اي فايدة من الانكار، وان هم لازم يتصرفوا، فاللي بيستدعوا وحوشهم هنا بقى كده علشان يخلصوا على كاي. الطلبة كلها بقى بيتخضوا كده من اللي بيحصل ده، ولكن المعلم كاي بيستقبل الوحوش ديت كده بضربة خماسية فتاكة، حاجة كده من لهيب الذهب، وبيفرتك الوحش مرة واحدة. ده بقى بيخلي أصحابهم يثوروا أكتر من الغضب، والغضب بيعميهم. ولكن المعلم كاي بيطلع شارة نائب قائد التحالف كده، واللي بيطلب من المسؤولين يحتجزوا الأوباش دول. هنا بقى بيجي قائد التحالف لينج، واللي هنا بيقول لكاي انت المسؤول عن الأمن، وان الكل لازم يتعاون معاه، الكل يسمع أوامره، وده علشان نخرج من المصيبة دي بسلام. واللي بعدها بقى بيطلب من كاي يسبقوا على قاعة التجمعات، ولكن وهو ماشي كاي بيلاحظ كده ان في هالة سوداوية حواليه، ولكنه برضك بيكذب نفسه وبيقول لك لا مستحيل، هوبا دي هتبقى صدمة الموسم يا جدعان، انا خايف اللي في بالي يطلع صح. المهم بقى بيروح المعلم كاي لمكتب الاجتماعات، واللي هناك بقى لينج بيقول له ايه، انه قدر يعرف فين نكتب بداية الحرب، انه قدر يعرف فين نكتب بداية الخراب اللي بيحصل ده، ولازم يجمع قوة ويتحرك على هناك فورا، لازم يقضي على نواة الشر دي، وده علشان يوقف هجوم الوحوش الشيطانية. كل المسؤولين هنا بقى بيساندوا كاي، واللي بيقولوا لينج ان هم هيتحدوا معاه علشان يوقفوا الشر ده، وايا كان التمن بقى. المعلم لينج هنا بقى بيدعم الكل وبيقول لهم ان هو كمان هيروح بنفسه، واللي بالفعل بقى بياخدوا بعضهم كده وبيتحركوا على هناك، واللي هناك بيقابلهم كده مجموعة وحوش شيطانية وبيلتحموا معاهم، بيدخلوا كده في قتال مميت، لحد ما المعلم لينج بقى بيقول لهم ايه، احنا لازم نتحرك لقصر ملك الشياطين، ده موجود في قفص الواحة لان هو السبب في الشر كله. واللي بالفعل بقى كلهم بيتجمعوا كده وبيروحوا للوكر بتاع ملك الشياطين، واللي بيشوفوا قدامهم
لهم بقى كده الشيطان عملاق واللي واقف بكل جبروت مستنيهم. هنا بقى المعلم بيقول لهم ايه: اهلا بحسالة كوكب الارض، انا كنت في انتظاركم علشان ابلعكم واسيطر على الكون اللي انتم فرحانين لي بيه. هنا بقى الكل مش بيستنى كتير وبيهجموا عليه، بيعملوا كده بكل قوة وحوشهم الروحية، وهاتك يا ضرب بقى بنيات وشلاليت ومفيش اي حاجة مقصرة فيه، لحد ما بيشوفوا بقى المعلم لينج كده بيقرب من الشيطان ده والكل بينادي عليه، ولكن المعلم بيكرف للكل، وفجأة بقى بنلاقي الشيطان كده تلبس جسمه واللي بقى متحكم فيه، وقوة الشر بتبان عليه. يعني نظرة كاي ما خيبتش يا جدعان. ها يا ابن الغدارة، يعني حميها حراميها. ايه ده بجد ده ولا ايه؟ هنا بقى المعلم لينج بيقول لهم: انتوا عايزيني اسيب كل القوة الشيطانية دي اللي هتخليني اسيطر على الكوكب ده انتوا مجانين بقى. عايزيني افضل محلك سر كده؟ واللي بيبدأ يجهز لهم ضربة دموية مميتة وبيحدفها عليهم، ولكن بطلنا كاي بيقدر يصدها، واللي بيحميهم كده بقوته السماوية النقية. وبيبص اللينج بعدها بقى كده وبيقول له: انا كنت حاسس بنجاستك دي من اول لحظة، ولكن انا اللي كدبت نفسي. فالمعلم لينج بيستغرب وبيقول له: ازاي يعني؟ فالمعلم كاي بيقول له: لان انا بمتلك قدرة عين النسر. سامع يالا؟ وسبتك بس علشان عايز اعرف اخرك ايه واخرة الاعيبك القذرة، وانت بقى متخفيلي في وش الملاك البريء. صحيح من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، وما نصدقش كل اللي نشوفه بعينينا. صحيح المظاهر خداعة. فالمعلم لينج بيقول له: طيب بما انك كنت هارش الحكايه ديت من اولها، خليني بقى اكافئك على نباهتك دي يا عم الفقيق. ولكن قبل ما المعلم لينج يعمل اي حاجه من دي، النظام بيعرفه ان في حزمه قتاليه بقت متاحه ويقدر يفعلها، يقدر يعمل كده هو وكل اللي معاه علشان يقدروا يواجهوا الخطر ده. هنا بقى المعلم كاي بيفعلها كده فورا، والكل وقتها بيحس بالقوه واللي بتتغرس في جسمه كده بشكل مفاجئ. المعلم كاي بقى بيعلو صوته كده بيقول للينج: ده انا هفسحك النهارده. فالمعلم لينج بيقول له: انت عملت ايه يا حيوان؟ انت فاكرني كده هخاف منك يعني؟ ده انا ملك الشياطين يالا. المعلم ليه بيقرب كده من لينج وبيقول له: احنا دلوقتي بقت قوتنا جبارة وهندفعك تمن خيانتك دي. واللي بيتحد كده هو وكل المحاربين اللي معاهم، والمعلم كاي بيفعل كده ضربة جماعية فتاكة، واللي بتهربد لينج ده في مكانه وبيصرخ من شدتها. المعلم لينج هنا بقى بيدرك كده ان شكلها مش هتخلص بشياكة كده، وبيكرر يقلبها سواد على الكل، واللي بيدب كده كف الشيطان بتاعه ده على الارض، وبتخرج منه قوة ظلامية حاجة كده مميتة، وبتسيب كاي وكل اللي معاه بجروح رهيبة. ولكن المعلم كاي بقى ما بيستسلمش، وبيمسح الدم اللي نزفه ده وبيقف زي البطل كده قدام لينج. المعلم بيجمع بقى كل قوته الذهبية في ضربة خارقة كده، واللي بيتصادم هو ولينج قدام بعض. ولكن قوة الضربة بتاعت بطلنا دي أعنف بمراحل، لدرجة بقى ان المعلم لينج بيترمي على الارض، واللي بيكون مش مستوعب قوة كاي الجبارة. فالمعلم كاي هنا بقى كده بيبص له وبيقول له: هتوحشني يا قائد. واللي بالعصايه الذهبيه دي بينزل على دماغه بيدغدغ الجمجمه تماما، وبيتبخر لينج كده زي الدخان قدام الكل. النظام في اللحظه دي بقى بيكون محضر لكاي كده اقوى مفاجاه، واللي بيوصل بطلنا هو وحوشه الثلاثه بقى رسميا كده لمستوى المحارب السماوي. واللي هنا بقى بيظهر ظل ذهبي عملاق ورا بطلنا كده، وبيكون شكله رهيب، وهيئة الوحوش كلها بتبقى أضخم حاجة كده أعنف بمراحل. وقتها بقى بيقرر المعلم كاي ينظف العالم ده ويمحي الشياطين تماما. المعلم عايز يمحي كل الطاقة السلبية السوداوية اللي موجودة. بيمسك العصاية الذهبية اللي اتطورت بقى لروح الحاكم الأعظم النقية، وبيوجهها كده ناحية الوكر ده وبيطهره فورا، وكل شكوك الوحوش الشيطانية اللي كانت موجودة بتتقفل تاني ضبة ومفتاح. وأخيرا بقى بيعم السلام في المدينة، والكل بيهتف كده باسم بطلنا كاي بطل شيا العظيمة. المعلم ليه هنا بقى بيروح له وبيقول له: يا ابني انا مش لاقي كلمات توصف اللي انت عملته، انا بجد ممتن ليك جدا، انت فعلا يا كاي تستحق لقب بطل مملكة شيا العظيمة. بيرجعوا بعد كده بقى اخيرا للمدينة، وبعد كل التعب ده بيروح المعلم كاي لجنينة كده علشان يشم هوا نضيف، وده بعيدا عن كل المصايب دي. ولكن يا عين امه ما يعرفش ان المصايب هي اللي بتدور عليه، وده لانه وقتها بقى بيحس بخطر كده بيهدد قوة الطبيعة، وان اثار المدينة المقدسة للاسف مش مستقرة. ولما بيقرب كده من كونج بيحط ايديه على كتفه، بيحس هنا ان قوته بدأت تضعف كده بشكل غريب هو وبقية الوحوش اللي معاه، وده بقى بيزود قلقه جدا.
فبيقرر كده يعمل اجتماع ما بين كبارات البلد، وده علشان يتناقش معاهم في اللي بيحصل ده. واللي فعلا كده بيتجمع الكل، وبيبدأ كل واحد فيهم يشتكي ان قوة الوحوش بتاعه قلت، وده فجأة كده من غير احم ولا دستور، وان الموضوع ده مقلق جدا. ده افخم المحاربين المروضين اللي منهم ما بيكونش قادر دلوقتي يقاتل اقل وحش، حتى وحوش الغابة، واللي كان بالنسبة للرفيق بتاعه مجرد سندوتش. واللي بيفضل بقى الكل يصيح لحد هنا ما المعلم كاي بيتعصب وبيسكت الكل، بيقول لهم لازم نهدى علشان نقدر نفكر، وبيقول لهم اللي بيحصل ده بسبب خلل مش مفهوم في طاقة المعالم الأثرية المقدسة، واللي هي أساسا مصدر قوتنا، وده شيء مش عارف له سبب. واللي فجأة كده بقى وهم بيتناقشوا بيتشكل قدامهم كده تجسيد لظل غامض، واللي طبعا حواليه طاقة شيطانية، وبيقول لهم انا بقى هوفر عليكم التفكير ده. واللي بيضحك كده ضحكة مستفزة. فالمعلم كاي بيقول له انت مين وليه بتعمل كل ده؟ هتستفاد ايه؟ فالظل ده بقى بيقول له ايه، انا مين مش مهم، المهم ان اللي بيحصل في المعالم الاثرية دي مش كارثة طبيعية ولا حاجة، لا كل ده بسببي انا، والحقيقة بقى انكم يا بشر تستاهلوا اكتر من كده، عشتوا الاف السنين تستهلكوا طاقة المعالم دي زي الجحوشة، وكأنه كده من مال ابوكوا. المحاربين هنا بقى كده بيقوموا يقفوا وبيجهزوا وحوشهم للقتال، والمعلم كاي بقى بيقف يقول له ايه اللي بتقوله ده مش صحيح، ده ميراث اجدادنا المحاربين وهم دايما بيستخدموه بالقدر الكافي، وصدقني مادام دخلت عالمنا ده يبقى مش هتطلع منه حي، وانت كمان بتلعب مع الشخص الغلط. هنا بقى الظل بيضحك على كلامه ده، واللي بيقول له ايه يا عمنا مستعجل على الموت، وهنا بيختفي من قدامه. المعلم كاي بقى بيطلع يجري وراه لحد بقى اما بيتقابلوا في الساحة كده، وكاي بيقول له ايه مفيش مجال للهرب صدقني، واللي بيبدأ يفعل قوته بقى علشان يتقاتله، وبيمسك كاي سيف لهب الشمس الذهبي ده وبيطير على الظل. المعلم بقى عايز يرشقه في صدره كده ويخلص عليه، ولكن الظل ده بيفعل درع حماية كده، واللي في اخر لحظة بيحمي نفسه. هنا بقى بيقول له ايه ما تحلمش انك تقتلني، انت خلاص يا كاي قوتك كمحارب بدأت تضعف بعد انهيار العالم ده. فالمعلم كاي هنا بقى بيستدعي وحوشه كلهم حرفيا، يلا بقى كده بربطة المعلم، واللي بيبدأ يحاربوا بقى بوحشين ومن غير راحة، ولكن للأسف كل ده على الفاضي. هنا بقى الظل بيقول له يا ابني مفيش فايدة، هتفضل غبي مش هتقتنع بسهولة، وعموما يا بطل المعالم فاضل لها 3 ايام بالعدد وهتنهار بالكامل، ساعتها بقى مش هيبقى فيه وجود للمروضين على الكوكب ده. وبيختفي الظل كده من قدام كاي وبيسيبه حيران. المعلم مش عارف يفكر ولا عارف يتصرف ازاي في الكارثة دي، واللي بيقرر بقى يروح للمكتبة ويقرأ في الكتب السماوية المقدسة القديمة يمكن يوصل لأي حل. واللي بالفعل كده بيروح على هناك وبيفضل يقلب كده في الكتب، وكل تفكيره بس بيكون منصب على انه خايف يخسر الوحوش اللي معاه ويخسر قوته بعد كل اللي مر بيه ده. الصراحة عنده حق يا جدعان، لازم يدافع عنهم بايده واسنانه، ده الولد تاخد غسيل ومكوى علشان يوصل للي هو فيه ده. المهم بقى انه لما بيدور كده في كتاب من الكتب دي بيلاقي انه ممكن ينقذ الموقف ده بجد، وان هو يزور عالم الاجداد السري، واللي هناك بقى اكيد هيلاقي الحل. المعلم كاي هنا بقى مش بيستنى وبيروح كده يجمع كل المحاربين اللي ممكن يساعدوه، وده علشان يدوروا على بوابة العالم السري في كل مكان، ولكن للأسف بيكونوا عاملين كده زي اللي بيلفوا في ساقية ومش بيلاقوا ليها اي اثر، وده بقى بيخلي المعلم كاي يبدأ يحس باليأس. ولكن لان بطلنا يستاهل كل خير بيلاقي النظام السري بتاعه ده كده انفصل عن جسمه، واللي بيكون على هيئة شعاع ذهبي كده، وبينتشر بقى في السماء فجأة لحد ما بيوجههم كده لمكان بوابة عالم الاجداد القديم. المعلم كاي بيفرح جدا وبيقول لك يا ترى من غير النظام ده كنت هعمل ايه، ده انا محظوظ جدا والله. بعد كده بقى بيتحركوا من غير انتظار وبيدخلوا لبوابة عالم الاجداد، واللي هناك بقى بيشوفوا كده مجموعة من المحاربين المدرعين واللي واقفين صفين كده، واللي كأنهم بقى بيحموا عرش الملك. بيلاقوا بقى محارب نط قدامهم كده ولا كده شكله نينجا، واللي بيكون اسمه جيان. هنا بقى بيقول لهم انتوا مين وازاي تقتحموا المكان كده، انتوا ايه همج يوم ابوكم اسود. واللي بيبدأ بقى ابن المجنونة ده يمسك سلاحه كده وبيجري ناحيتهم. فالمعلم كونجو وقتها بقى بيتجنن وبيدخل عليه بعصايته كده، والاتنين بيتقاتلوا مع بعض بشراسة. هنا بقى المعلم كاي كده بيعلي صوته وبيقول له يا عم استنى، احنا مش جايين علشان نتقاتل ولا حاجة. بيحاول هنا يهديه لحد ما بيظهر كده عرش المملكة، مملكة شيا القديمة، واللي هو الشيخ هونج اللي بينادي على جيان بيقول له استنى.
وبيسأل كاي عن سبب اقتحامه لبلاط مملكة العالم السري المقدسة. ازاي يعمل كده بالهمجية دي؟ هي ايه الزريبة يالا؟ فالمعلم كاي بيقرب منه كده وبينحني له باحترام، واللي بيبدأ يحكي له عن المصيبة اللي حلت على دماغهم، وده اللي خلاه يدور على بوابة العالم السري ده، وده لأنه عرف إن الحل ممكن يكون هنا، وده علشان ينقذ تاريخ البشرية من الضياع. الشيخ هونج وقتها بقى بيتفهم الوضع وبيقول لكاي الموضوع ده معقد جدا لأنه حصل مرة من آلاف السنين، وساعتها بقى كان الحل الوحيد إن هو يستهلك جزء كبير من طاقة حجر الحاكم السماوي المقدس، وده علشان ينقذ الأرض من الفناء. ولكن دلوقتي هو مش هيقدر يعمل كده لأن مستحيل طاقة الحجر اللي باقية دي تضاهي قوة الشر المهولة دي. المعلم كاي هنا بقى كده بيتنح لوهلة وبيفكر مع نفسه بقى كده وبيقول لك ايه يعني ايه كده خلاص مفيش اي حل غير الاستسلام للامر الواقع، واللي طبعا يا صاحبي زي ما انت عارف الاستسلام ده مبدأ ملوش وجود ولا معنى، بطلنا ما يعرفوش. ولكن الوضع بيكون مؤلم بالنسبة له وهو حاسس كده بالعجز. في الوقت ده بقى بيظهر الظل الشيطاني الغامض ده، واللي بيكون كده فطسان على نفسه من الضحك، واللي بيقول لكاي انت فاكر ان جدك هونج المكحكح ده هينفعك بحاجة؟ ها يا مسكين، اما انت عبيط بشكل. هنا بقى جيان اول لما بيشوفه كده بيتحول حرفيا من شدة الغيظ بقى بيروح ناحيته كده زي الطور الهايج، واللي بيفضل يضرب فيه بعزم ما فيه. وبعد ما كان المعلم كونج بيحارب كده قدام جيان، دلوقتي هما الاتنين بيتحدوا سوا، دلوقتي هما الاتنين بيتحدوا وبيساعدوا في القتال. بيمسك بقى العصاية كده وبيقاتل الظل معاه، ولكن كل ده بيروح كده على فشوش. الظل مش بيتأثر حرفيا، وده لان قوة اطلال الشر الدموية في العالم السفلي ده بتكون حمياء، يعني مش مروض وحوش بشري اللي هيأثر عليه. هنا بقى المعلم هونج لما بيلاقي ان الوضع مأساوي كده بيقرر يخرج حجر الحاكم السماوي، وده علشان يساعدهم بيه، وبيكون عمل اللي عليه. هنا بقى بيفعل قوته كده واللي بتدعم كونج الاول، وده بيزود طاقته بشكل مهول. هنا بقى بيهجم على الظل كده بكل عنف، وبيكون المرة دي القتال مميت. بعد كده بقى بتغطي طاقة الحجر ده جسم جيان، واللي بيروح يساعد كونج كده بقوتهم الفتاكة. الظل المرعب هنا بقى بيبدأ فعلا يتأثر، ولكن على اخر لحظة وقبل ما يودع الحجر طاقته بتستنزف بالكامل. زيك كده يا بائس يا اللي بتتفرج، بينطفي لهيبه. هنا بقى بيقع هونج وبيقول لك انا كنت عارف ان ده اللي هيحصل. الظل هنا بقى بيفكر كده ان هو اللي انتصر، ولكن يا صاحبي اكيد مستحيل تخلص بالشكل ده. بطلنا كاي بيروح بقى يمسك الحجر ده، واللي فعلا كده اول لما بيمسك الحجر ده بيزداد لهيبه باللون الذهبي الساطع واللي بينتشر في المكان كله. بطلنا بقى بيحس كده ان روحه اتسحبت منه وبقى في دوامة ذكريات قديمة، واللي بتوريله قد ايه روحه مرتبطة بقوة سماوية جبارة. وده بقى بيثبت انه اعظم محارب في العالم الحالي ده بقى بيخلي هونج يتصدم ويقول لك لا مش معقول، انا ما تخيلتش للحظة ان ممكن الواد الصغير ده يكون ليه صلة بالقوة السماوية دي، انا بحلم ولا ايه؟ هنا بقى المعلم كاي بيرفع الحجر ده لفوق كده، واللي بتزداد الاشعة السماوية الذهبية حرفيا كده اللي بيخرج منه بيغطي العالم السري كله، بيغرقوا بالطاقة النقية بدل الظل اللي كسره ده. واللي هنا بقى بتنتشر كده الطاقة الروحية، وكل الوحوش اللي في المدينة والمحاربين بيحسوا بالطاقة ديت، واللي بتخترق كده أجسامهم بدون إحم ولا دستور. الظل هنا بقى كده بيبدأ يلوش من التوتر وبيكون عايز يهرب من هنا، ولكن بعد كل ده تفتكر إن بطلنا هيرحمه؟ ده في المشمش يا معلم. هنا بقى بيقرب كاي من كونج، واللي حرفيا كده عينيه بتلمع من شدة الطاقة المهولة، واللي بيقدر بقى إن هو كده يندمج في جسده وبيمسك كده عصايته الذهبية. هنا بقى بيقرب من الحسالة ده بضربة ملحمية كاسحة، واللي وراها كده 1000 ضربة، واللي وراها 1000 ضربة كمان. اديله يا عم كاي ما ترحموش. الشيطان بقى بيفضل يقاوم كده وبيحاول يستخدم كده الكف الشيطاني ده علشان يعرقل كاي، واللي كان هيغرز مخالبه الموحشة دي في جسم بطلنا. ولكن المعلم كاي بقى في اللحظة دي بيفعل قبضة الحاكم السماوي الأسطورية، واللي هنا بقى بوم بيمحيه من الوجود. واخيرا بقى بيغور امه كده في 60 داهيه. يلا زي اللي قبله بيرجعوا مكانه في الجحيم اللي خرج منه. يلا يدفعوا على ده نسل يا جدع، يخرب بيت ابوكوا وفرهدتوا الراجل. واخيرا بقى وبعد المجزره اللي بتحصل دي ما بتخلص يا معلم، بنشوف المعالم الاثريه بتسترد مفعولها تاني، وكل الوحوش بترجع لحالتها الطبيعيه. الكل بقى بيرجع مفرفش كده، كله بيرجع له النشاط والحيويه من تاني. وبطلنا كمان بيقدر يحافظ على الوحوش اللي جمعها واللي بدأ بيهم
برحلة كفاحه من مجرد مروض كرد ضعيف لأقوى مروض في تاريخ المملكة، وبيثبت للكل بقى إن بالصبر والجهد يقدر يوصل للي محدش يقدر يوصله، وده بعد ما الكل كان بيتنمر عليه وبيستهزأ بيه. عايز اقولك بقى ان ديت من اجمل النهايات يا صديقي. عايزك بقى تقول لي رايك في التعليقات، وما تنساش علشان يوصلك اشعار باي حكايه جديده تنزل على القناه يبقى ظبط بقى الدنيا كده، لايك للفيديو ده واشترك في القناه، والاهم طبعا عاوزين نغرق التعليقات بذكر الله والصلاه على النبي. قول يا راجل كده لا اله الا الله.